احنا في المجتمع بتاعنا تخيل كده، معلش هنحاول نيجي على نفسنا نتخيل ماشي ان مدرسين الدراسات دول القمة، دول اللي احنا ايه، دول اعلى حاجة في الحياة. حلو. انت لو بقيت مدرس دراسات هتبقى يعني يا نهار ابيض، انت هتكسر المجتمع. اللي هو ايه، انت تاكل كذا عشان عارف مصلحتك، انت بالظبط. تروح الكليه الفلانيه عشان عارف مصلحتك، الفكرة ان انت الاهل تلعب رياضه لازم الفلانيه وهكذا. لازم مبدئيا العنف، التعنيف او الضرب مش بيعلم الطفل ان هو عمل حاجة غلط، بيعلمه ان هو غلط. صح. طب انت ايه رايك بقى ان في ناس كتير قوي بينتقدوا التربيه الحديثه، بيقول تربيه حديثه ايه، واحنا في حد احنا كان على ايامنا كان في سوشيال ميديا، ولا كان على ايامنا كان في تلفزيون او حاجه، ما احنا اتربينا وطلعنا زي الفل اهو. ولكن هنا في بقى مشكلة، انت عملت حاجة فانت مسؤول ان انت تصلح الحاجة تصلح دي. أوكي. دي اسمها اللي تحمل انت عملته عواقب. بالظبط. في فرق بين بقى العقاب وتحمل العواقب. مهم. ليه الراجل مم. بيتقال له احنا عيال صغيره، ما ليه تعيطش الراجل ما انت، بيعيطش؟ الراجل ما بيعيطش. ليه؟ يا نهار ابيض. يعني انا كراجل هو بقيت 30 سنه، انا لما كبرت يمكن حكيت الموضوع ده في حلقه ما، كسفت لحظه ما لما اختي دخلت على الاوضه وشافتني وقعت، انا اتضايقت جدا. بس فعلا النقطه يا اللي جماعة كان بيتكلم متخيلين فيها الشات جي بي تي بيتعاطف مع ولادكم وانتوا لسه مش عارفين تتعاطفوا مع ايوه ولادكم؟ يعني صدق اللي قال الحياة زي السكالانس. هو محدش قال، احنا اللي قلنا. واللي ما يعرفش السكالانس هو اي حاجة على حاجة تمشي، يعني قهوة على الشاي شغال، حلاوة بالقشطة وماله. وحتى في حياتنا كل يوم حاجات بتحصل مختلفة وبندردش فيها سوا، وده اللي احنا هنعمله. احنا جايين نحكي. مساء السكالانس دي حلقة مميزة جدا طبعا عشان انا فيها. بس غير ان انا فيها عشان النرجسية هنتكلم في بدأت. حاجة هنتكلم في حاجة مهمة جدا و بتشغل بال وعقول. لا ده الكلام اللي دخل في كبير. كل قناة الابهات ثقافية أيوة. أوي. قابلين ايه يا جماعة؟ اخبار الحمد لله. ازيك يا كويسين. ياسمين؟ إيه الاخبار؟ ما تيجوا كده تعرفوني عن نفسكم بشكل مختلف. لا انا مش عايز اعرف حد عن نفسي مش مهم، انت مش مش عايز متابع أعرف. اساسا. يعني الحمد لو لله بس اند اوف الحمد لله يعني الحلقه بشكل خلصت. عاوزه توصلي ايه بشكل بص انا هقول عايزه ايه يعني. انت عايزه مننا ايه؟ خلصينا، عايزه مننا ايه؟ احنا جايين نتكلم عن ده التربيه. واضح ان في تربيه. ايوه صح. التربية بدأت. لا بجد خلاص ماشي يلا. اسمعوني. كل واحد يعرف نفسه بايه الحاجه اللي لو هو صغير كان نفسه يبقاها لما يكبر. عارف لما وانت صغير نقول لك نفسك ايه، نفسك تطلع ايه لما تكبر؟ ايوه شغلانه يعني. ماشي. انت يا إيه سامح كان نفسك تطلع ايه لما تكبر؟ انا وانت مش معنى صغير. انا أيوة. ليه انا كان نفسي اطلع ايه لما اكبر. وانت صغير والله كان نفسي اطلع طيار. طيار. كنت أوكي. بحب الطيارين أوي. بس كريم هو ليه عمل كده؟ طب هو ليه بيعمل كده؟ هو لقيته شكل- اتصدم، عارف لا الطيار. فاكر لما احنا عملنا دايفنج مع بعض آه. تخيلتك بشكل نضاره وبتسلك بالعيط. بس هو طيار يعني ايه علاقه اشمعنى الدايفنج أنا؟ بالطيران يعني؟ اللي هو من دي عارف. معرفش اللي جه في بحب بالي. لا التنمر بسكت عليه. بشنبك ده ما تقولش بس حبيبي. بشنبك. يعني يا لا، جماعه شنب هو في كريم الدنيا. حاسس عنده طاقه تنمر، هنديله مساحته. ده ده هنعالجه في بس الحلقه عيب ما ده. تعملش كده تاني. شكرا ياسمين، شكرا. ايوه قولي له بقى قولي له قال لي طب انت اشمعنى طيران يعني؟ علشان الطيار بيروح بيسافر العالم كله، وانا كنت نفسي اسافر العالم جدا يعني. اوكي، وطلعت ايه بقى؟ اشتغلت ايه؟ بقال يعني دخلت كليه ايه بقى في الاخر؟ دخلت تجاره. واشمعنى بقى؟ مفيش علشان اتجوز. عشان تنسيق. قالوا لي يا ابني اتجوز مش مشكله، محدش بيشتغل بوظيفته بشهادته. فقلت خلاص مش مشكله تجاره. انا ما كانش فارق معايا تعليم، ما كنتش عايز اتعلم اصلا بصراحه. فكان ما كانش في حد يعني ايه عارفه اللي هو لا انت لازم تخش دي، لا انت لازم تعمل دي، يعرض لي الموضوع. زي دلوقتي الموضوع مختلف. دلوقتي بقى انت عشان تقدري تعرفي اي حاجه عن اي حاجه في 3 دقايق بالظبط تكوني عارفه. لكن انت زمان ما كانش فيه الكلام ده، ما كانش متاح. هو فانت يا اما كنت الاهل عايز اللي حد يقول لك بيوجهوا تخش ايه؟ يا اما الاهل بيوجهوا، يا اما يعني يكون هو مثلا حد شاطر، وانا ما كنتش شاطر بصراحه خالص. مين مجتهد. ايه ده؟ ثانيه واحده ممكن نقف عند الحته دي. يعني ايه ما كنتش شاطر؟ ايه المقياس؟ يعني ما كنتش بحب ان انا اذاكر مثلا، ما كنتش كنت دايما بهرب من المذاكره، ما كنتش احب اذاكر كتير. اوكي. كنت بحب اللعب اكتر، ما كنتش بطيء المذاكره. ممكن طب مذاكره انت عارف الحق ان في نفسي ناس في الآخر. كتير بتتعلم عن طريق اللعب؟ انت ما فيش حاجه اسمها ما كنتش شاطر. هقول لك بقى، احنا خلي بالك انا انت مواليد ما كنتش شاطر 85. بمقاييس المجتمع، ما كنتش بتجيب الدرجات العاليه في المواد بتاعه المدرسه اللي انت مواد عشان تبقى ولد مش كل كويس لازم المواد. تبقى بتجيب درجات معينه. فانت حطيت نفسك في قالب المجتمع حطك فيك انك مش شاطر عشان ما جبتش الدرجات المتوقعه منك، صح؟ ده حقيقي. مع ان انت ممكن كده تبقى حاجات كتير فعلا قوي. ايه ده بجد انا طلعت شاطر. ايوه ممكن هعيط. تبقى انت بتقول كنت بتحب تلعب، يعني كنت بتحب تلعب ايه مثلا؟ ايه الحاجات اللي كنت بتحب شاطر قوي بلعب فيها؟ كوره.
اوكي طب كوره ما رقم حلو. واحد بالنسبه لي، مش سواء أي بلاي حد. ستيشن او كوره فعلا عاديه. اوكي. كوره كانت ايه بالنسبه تاني لي وانت رقم واحد. صغير بتحب تعمل؟ هي كانت اكتر حاجه الكوره، هو كان وقتنا احنا اللي احنا كنا فيه كانت كوره هي بالنسبه لنا هي المتعه الاساسيه. ما كانش فيه بقى ان انا اروح مول، ممكن مثلا نروح نلعب فيديو جيم صح. بتاع اوكي. مش عارف ايه كده. ايه تاني لما كنت الواحد بتحب كبر تعمله؟ شويه ايه تاني كنت بتحب تعمله؟ ايه تاني كنت بحب اعمله حاسك في تحقيق. في انترفيو في عارف. الطفوله. مفيش، كنت بحب اقرا مجلات ميكي وسماش وفلاش واقعد احل الالغاز. كنت بحب اقعد احل الالغاز جدا. كان الموضوع ده اوكي بالنسبه بتحب تحل لي الالغاز. اروح حاطط الملايه كده تحتيه ومولع نور بتاع فانوس. تحفه تعمل خيمه. حلو واقعد حلو. واقعد بقى كده على السرير واقعد بقى ايه اشوف بقى، اقعد احل الالغاز واقرا بقى القصص وبتاع ومش عارف ايه وابسط نفسي وابقى مودي حلو. اوكي بعد كده اوكي. ابدا بقى احل بقى الالغاز حاسس والحاجات الطفل دي. اللي جواك بيطلع دلوقتي. اوكي بيبقى- يعني والله هو حاسه والله بيحكي فعلا. بشغف يعني. بيفتكر اوكي. ذكريات. طب ايوه كان عنده ماشي، شعر. انت كنت يعني بتحب هو المديتيشن اللي القرايه. انت عملتيه كنت بتعمليه هو اللي وصلني للحاله دي. بس لو عايز انا أعرف، انا هل ليه حسيتها. علاقة بالمديتيشن؟ بص حسيت اقول لك مدد على الشيزلونج قول لي كده. احكي لي بقى ايه اللي وجعك؟ لا يعني حلو، انت كنت بتحب القرايه وكنت بتحب تحل الغاز، فعندك حته بتعرف تشغل دماغك وتحل الغاز، وكنت والاختلافات كنت بتاعت عندك الصور. يعني ذكاء في الرياضي، كنت بتحب تلعب كوره، فانت كنت شاطر في حاجات. وفي الرياضه كنت شاطر في الرياضه. طب والكيمياء كنت شاطر يا جماعه فيها. طلع شاطر. شفت انت كنت عشت كأن عندك كام سنه؟ بس ما هو سبب بقى ان انا مش شاطر ان انا ما كنتش بستغل ان انا فاهم ما تقولش واحاول مش ان شاطر انا تاني. ما كنتش والله انت حن من امي يعني صراحه. قال له ايه ده انا مبسوط. انا لولا الربع ساعه دي كان زماني والله مش عارف. والله بخت يوسف. خلاص كفايه عليك كده. ماشي. اتفضل يا جماعة. الحمد لله والله كفايه قوي. عايز ايه؟ انا هروح بقى، انا مرتاحه وعارفه انام بقى بالليل. قولي لي يا باشا. انت كان نفسي اطلع وانت ايه؟ صغير كان نفسك قولي تطلع لي يا ايه لما باشا تكبر؟ ايه بقى جو بقى معلش. الميكروباصجيه. سيبك براحتك يا كريم براحتك. كان نفسي اطلع حاجه من الاثنين، وما شاء الله ولا دخلت بيه ولا دي ما شاء ايه الله بقى عليا كان يعني. نفسك تطلع ايه؟ يا ممثل يا كليه شرطه، والاثنين مختلفين اشمعنى فشخ بقى عن بعض. اشمعنى كليه شرطه؟ ليه؟ عشان انا شايف دايما ان يعني مش عارف، هو الضابط عامه بيبقى ليه امتيازات شويه بس والبرستيج بتاع الحاجات دي. بس انا مش ببص ان انا ابقى ضابط عشان بقى اتكبر على حد، لا خالص بالعكس. ان هي عارفه الوظائف اللي انت بتخرجي منها بتلاقي شغلك على طول، مش لسه هتدوري. فدي بالنسبه لي كانت هي مميزات الشرطه، امتيازاتها كتير وبتاع والكلام ده. والتمثيل انا عايش التمثيل وانا صغير يعني. اوكي دخلت ايه بقى؟ تجاره. ذنب معايا في نفس دي كليه الشعب. كليه اشمعنى- تحطيم اشمعنى- الامال. اشمعنى عارفه لو دخلت تحطم تجارة؟ امالك في عشان حرفيا في حاجه اكتشفتها لما كبرت. انا كان من الاطفال اللي بيتفرض عليها مذاكره وممكن تيجي بالتعدين وازاي وشتيم، فكنت بكره مذاكره جدا. فاخدت الموضوع بشكل كره، فكنتش بذاكر. حاضر انا هعمل عليها عشان انجز. ماشي تمام حاضر ماشي هذاكر. فطبعا جبت مجموعه زي زفت ثانويه عامه وما فهمتش ده. يعني انا لما كبرت دلوقتي انا ندمت والله. لو معايا فعلا آلة زمن ارجع عشان بس ارجع اذاكر عشان اخش الكليه نفسي فيها. فكان مجموعي خلاص بقى هو الحكم ان انت عنديش انا ممكن اضيف حاجه هنا. يعني هل موضوع الثانويه العامه مقياس؟ اصل احنا عندنا في مصر بالذات موضوع الثانويه العامه ده بيحدد تقريبا بص كل حاجه حياتك كلها بجد. ومع ان هو في الحقيقه لو هنتكلم عمليا هو ما بيحددش حاجه خالص. يعني بالظبط اللي هو ممكن مثلا حد يجيب مجموع عالي جدا تمام ويخش يا عم كليات قمه والدنيا تمام وبعدها بيعمل ايه؟ ولا حاجه. كارير شيفت على طول ولا حاجه كل الوقت بالظبط. يعني معظم مثلا المهندسين مش شغالين مهندسين، اللي شغال في الديجيتال واللي شغال في الماركتنج واللي شغال بس في كفايه على الاقل انك درست الحاجه اللي انت بتحبها احسن ما تبقى. على فكره مش شرط تبقى الحاجه اللي انت بتحبها. لا ماليش دعوه. بالظبط. يعني على راي ياسمين المجتمع هو اللي فارض عليك انك تحب هندسه وطب، بس مش الحاجه اللي انت انه سيبك بقى من المجتمع. يعني للاسف احنا برضو اتربينا اغلبنا يعني ان الاب والام رابطين قيمتك انت شاطر ولا لا، زي ما انت بتقول، او درجاتك في المدرسه عامله ازاي، او هتخش كليه ايه علشان ترفع راسنا، عشان نمشي كده نتفشخر قدام الناس وتعبنا ما يروحش. فانت دايما تحس ان انت لو جبت درجه او دخلت كليه اللي انت عايزها مش اللي هم عايزينها، انت مش هترفع راسهم، هم مش هيبقوا فخورين بيك ومش هيبقوا فرحانين بيك. بتحس ان انت حبهم ليك مشروط، انه فاهم. ده يا جماعه ده رعب. انتوا متخيلين ان الطفل يحس انه يعني الامان بتاع ان انا محبوب من اهلي، من مامتي وبابايا اللي هم بالنسبه لي العالم كله، مربوط بدرجات لو ما جبتهاش انا هخسر الحب ده. طب تعالي بقى هدخلك في نقطه بقى ايه فيها جدال. يلا ندخل في السخن على طول. هقول لك بس انا يعني الحته بتاعت الثانويه العامه دي في رايين. لا والله مش كده.
في يعني على فكره بالعكس، يعني بالنسبه لي الموضوع ما كانش مأساوي يعني. بس في رأيين في الحته بتاعت انه يعني الحب المشروط، اللي هو انا دلوقتي مثلا انا اب فبصرف على ابني فبديله دروس فبصرف عليه ميزانيه شهريه، ففي الاخر انا مستني منه ايه؟ ان هو يخش الكليه اللي انا شايفها ان هي احسن حاجه، صح؟ مش شرط ان هي ممكن تكون المتوافقه معاه او هكذا. طب انت دلوقتي بتقولي انه ده حب مشروط، في ناس تانية بتقول ايه؟ طب ما دي ما نسميهاش ليه مسؤوليه؟ انه يحس بالمسؤوليه، ان هو بمعنى ان دلوقتي انت دلوقتي واحد والدك بيشتغل كتير جدا فبيجيب الفلوس دي كلها فبيصرفها عليك انت على حاجتك ودروسك و فتحس بالمسؤوليه فتحقق له اللي هو عايزه. فاهم وجهه النظر دي؟ طب ما ده بيبقى حب مشروط زي ما ياسمين بتقول. فاحنا مخلوقين عشان يعني يبقى اللي بابانا عايزه، متاخده من زاويه اللي هو ايه مش وحشه. لا انت لو ما عملتش كذا يبقى انت مش متحمل المسؤوليه، فانت ضيعت التعب ده كله على الفاضي. عشان اسفه خلينا متفقين ان الاب بيصرف علشان ده واجبه، هو المفروض يصرف، تمام، مش عشان اي مقابل، هو ده دوره. هو اللي المفروض يوفر الرعايه دي لابنه، ودوره ان هو يهيئ لابنه البيئه الامنه انه يعرف يطلع فيها نفسه. يعني هسألك سؤال دلوقتي، لو حد لو اب يعني مش مقتدر وبيشتغل كتير وكل الفلوس اللي بيشتغل بيها صرفها على مستني في الاخر ان هو يدخل كليه كويسه يحقق له يعني امنيته او هدفه، وهو فشل ذريع وجاب مجموع قليل وما دخلش كليه عدله، وفي الاخر انا عايز اخش معهد بقى وايا كان، فهل ده يتحسب تقصير وعدم تحمل مسؤوليه ولا يتحسب ايه؟ طيب انت كنت كليه ايه؟ لا انا يعني انت عايز تعرف انا كنت عايز اطلع ايه من الاول؟ لا انا عايز اعرف انت ايه اكتر حاجه بتحبها بتلاقي نفسك فيها؟ هقول لك، يعني انا الاول كنت كان نفسي في هندسه جدا، كنت شايف ان دي اقوى حاجه في الدنيا، وبعدين كان عندي خلان الاتنين مهندسين فكنت عايز اطلع زيهم وهكذا، وبعد كده دخلت فعلا سنه اولى في الكليه وبعد كده ما كملتش، رحت محول بقى لايه، اكتر حاجه انا بعرف اعملها كويس كانت اللغات، كان الانجليش يعني كنت شاطر فيه. بس فدخلت لغات وترجمه. ايه اكتر كليه مستحيل كنت تخشها؟ يعني اكتر مجال مش عارف يعني اللي هو ما تعرفش تعمل فيه، ايه اكتر حاجه؟ ممكن اي حاجه ليها علاقه بالحفظ الشديد، يعني الحاجه اللي بيبقى فيها ادبيه. يعني مثلا ما اعرفش ابقى مدرس دراسات مثلا لو جيت انا قلت لك تربيه وطنيه، مدرس تربيه وطنيه، ماشي، حلو قوي حلو قوي. لو جيت انا قلت لك يا مجدي احنا في المجتمع بتاعنا، تخيل كده، معلش هنحاول نيجي على نفسنا، نتخيل ماشي ان مدرسين الدراسات دول القمه، دول اللي احنا ايه، دول اعلى حاجه في الحياه. حلو. انت لو بقيت مدرس دراسات هتبقى يعني يا نهار ابيض، انت هتكسر المجتمع. ماشي، فكرتك حلو. فانت لازم تبقى مدرس دراسات. حلو، عشان انا صرفت عليك. حلو، مش معقوله انا تعبت كل ده وصرفت في الاخر ما دخلتش صح. فانت هتخش دراسات، اتفضل خش، مش هعرف اعمل حاجه، واحفظ التاريخ بالظبط ودرسه. بالظبط هتحس بايه بجد؟ لا ولو ما عملتش ده يا نهار، انت مش مسؤول، انت خرجت عن انت خيبت املي. انا هبص للناس في وشهم ازاي بعد كده؟ لا انت هتحس بايه دلوقتي؟ على فكره هي لفتها تويستايه حلوه قوي. يعني لا هتحس بايه؟ هحس ان انا فشلت لو ما دخلتش دراسات او يعني الكليه دي، بس فاحس ان انا ما وصلتش. هتحس ايه لما انا يعني او اقول لك على حاجه، يعني عارفه مش انا اللي هحس كمان، ده اهلي هم اللي هيحسسوني ان انا فشلت. هم الاساس، هم الاساس في ده اصلا. يعني انا هبقى في عينهم واحد قصر وفشل ما دخلش الكليه دي وخلاص، هم برضو شايفين كده وزعلانين جدا بسبب الموضوع. جماعه كام واحد بجد قضى حياته كلها مضغوط ومحشور في حته مش بتاعته عشان بس يرضي توقعات الاهل، رغم ان المجهود اللي بيبذله عشان يعرف يكوب مع الحاجه اللي هو فيها دي، لو بذل ربعه في الحته بتاعته كان هيتألق فيها، كان هيجلو. ما كمان عشان طبيعه المجتمع بتاعنا ما فيش حته ان انت ممكن تكتشفي ابنك مثلا بيحب ايه او ذكائه في ايه، او ان هو ايه موهبته، علشان لما يكبر بعد كده على الاقل لما تقعدي تتناقشي معاه تعرفي هو عايز ايه، حابب ايه. ساعات بيبقى مذبذب، هو مش عارف هو عايز ايه، لان كمان حتى كمان سوء الحظ ان في سن 17 سنه اللي هو سن الثانويه العامه، ده مش وقت قرار، انا ما اقدرش اقرر في السن ده. صح. فده هتلاقي فيه جزء عيب على الاسره، وهتلاقي في نفس الوقت عيب على نظام التعليم الموجود عندنا. عايز اقول لك على حاجه، ما هو برضو ما ينفعش
انت كطفل وانت 4 سنين لحد بقى 17 سنة، انا اللي بختار لك كل حاجة، انا اللي بجبرك تعمل كل حاجة، الاكل انا اللي احطه لك وانا اللي اقرر انت بتحب ده وانت ما بتحبش ده، اللبس انا اللي اختاره لك صح جدا. صحابك انا اللي بختارهم لك، اللعبة اللي هتلعبها، الرياضة اللي هتلعبها انا اللي بختارها لك. وتيجي في ثانوية عامة اطلب منك او اتوقع منك ان انت تبقى شاب عارف وعارف انت بتلاقي نفسك في ايه وعاوز انت عارفه ايه. ممكن نحط انت اتعودت عنوان. انه انت ما تعرفش انت وفجأة بيطلبوا منك ان انت تختاري قرار مصيري هتحدد عليه حياتك يعني هل بعد انتوا كده قدام. علمتوني ده اعمله؟ انا لا اعمله يعني ازاي؟ عارفه انا عارفه اختار يا ازاي؟ ياسمين، ممكن نحط عنوان اللي انت بتقوليه ده اللي هو كلمه ايه. انت بتحب العناوين انت. انا عارف. لا هقول لك اللي بتتقال. عنون اللي يا بتتقال، مجدي، لا عنون. الفكره اللي بتتقال في البيوت المصريه ايه، انا عارف مصلحتك. هي دي بالظبط. اللي هو ايه، انت تاكل كذا عشان عارف مصلحتك، انت بالظبط. تروح الكليه الفلانيه عشان عارف مصلحتك، الفكرة ان انت الاهل تلعب الرياضه لازم الفلانيه وهكذا. لازم يفهموا انه الطفل ده كائن مستقل تماما، وانا مش دوري ان انا اختار له شخصيته ولا حياته ولا هو ولا بيحب ايه وبيحبش ايه، ده مش دوري خالص. انا دوري ابقى بوفر له بيئة آمنة. يعني يعني ايه بيئة آمنة؟ ابقى قابلاه زي ما هو في اي حاجة، كده قابلاه حتى لو بيعمل عكس توقعاتي. مش المفروض اصلا يبقى عندي توقعات، بس حتى لو انا عندي توقعات كبني ادمه هقبله، ده هو واوفر له بيئة آمنة انه لما يجرب ويغلط انا مش هجلده. شفت؟ مش قلت لك لازم تسمع تعالى بقى اسمع. لا هو بيتعلم. ما هو الطفل ما اتخلقش كده فاهم وعارف كل حاجه. احنا لحد دلوقتي بنغلط وبنتعلم بالعكس. واي تجربه يعني تفكروا كده، اي تجربه مريتوا بيها ووقعتوا انتوا بعدها قمتوا حاجه تانية خالص. أكيد. انتوا لازم تقعوا علشان عشان تتعلموا. ده تتعلمي. الفكره. فما ينفعش ان احنا نبقى منتظرين ولادنا ما يغلطوش ويمشوا في التراك. ايه التراك؟ هيعرفوا ايه التراك؟ هيلاقوا نفسهم ازاي غير لما يجربوا ويغلطوا؟ يعني بروسس التعلم دي مبنيه على الخطأ. صح. طب انت ايه رايك بقى ان في ناس كتير قوي بينتقدوا التربيه الحديثه، بيقول تربيه حديثه ايه واحنا في حد، احنا كان على ايامنا كان في سوشيال ميديا ولا كان على ايامنا كان في تلفزيون او حاجه، ما احنا اتربينا وطلعنا زي الفل اهو. هو احنا مش زي الفل مبدئيا. بس هم بالنسبه لهم كده طالما بتاكل وبتشرب، ما هي الفكره طالما مش المشكله. تاكل فراخ يا ابني. ايوه مش باكلك باكلك مش باكلك فراخ. ما انت زي الفل اهو. فبقت التربيه بالنسبه لنا الاكل والشرب. فيعني فانت شايفه ايه بقى؟ بس يعني ممكن اسالها سؤال صغير، هو في فرق ما بين التربيه الحديثه والتربيه الايجابيه ولا الاثنين واحد؟ بص انا مبدئيا ما بحبش كلمه التربيه الحديثه، لانه المبادئ اللي احنا بننادي بيها ملهاش علاقه هي مش حديثه خالص. احنا بننادي نفس بالرحمه البشريه اصلا والانسانيه، هي حاجات منذ بدايه الخليقه يعني. صح. يعني الرحمه والانسانيه والاحترام، انك تحترم الطفل زي ما هو انت عايزه يحترمك، كل الحاجات دي مش حديثه. بس هقولك بقى فكرة التربية الإيجابية بتطلع عيال متدلعة والحاجات دي، أنا فاهمة قوي الناس اللي بتقول كده، بس علشان الناس اللي بتقول كده بتبقى أخدت جزء من الموضوع وسابت جزء تاني، فهو هي لازم باكج على بعضها. يعني زي مسلسل، عارف مسلسل بين السطور؟ كان في مشهد كده طلع ترند. ايوه صح. كان اللي هو الولد ابنهم كان سرق الذهب سرق ذهب مامته، وبعد كده لما جم يحاسبوه انفجر فيهم وانتوا مش شايفيني وانتوا. هو كان فعلا وهم كانوا قاعدين ساكتين تماما مالوش اي حاجه. كانت الفكره بقى هنا ايه؟ هي الام عملت حاجه حلوه موجوده في التربيه الايجابيه بس سقطت جزء. ايه الحاجه الحلوه اللي هي عملتها؟ ان هي بصت اللي ما وراء السلوك ده. عشان دايما في التربيه الايجابيه بنقول ان وراء اي سوء سلوك في احتياج عند الطفل ما تمش اشباعه، او في احتياج مش عارف يعبر عنه، او عنده احتياج ماشي. فطلع على شكل يعني احتياج انا ما عرفتش اربيه له، فطلع على شكل سوء سلوك. فهي لما هو سرق، هو كان سرق ليه؟ عشان هو في بنت ارتبط بيها جدا وحبها جدا، وهي اللي بتسمعه وهي اللي بتشوفه وهي اللي بتهتم بيه وهي اللي بتفهمه، فهي كانت عايزه مساعده فراح سرق علشان يديها فلوس وكده يعني. بس هي بصت وقتها ده نسميه تصرف غلط عشان تصرف مراهقه ولا؟ انا بس هقول لك هوصل لك الفكره بس الاول كلها. هي وقتها في المشهد هي بصت للي ورا السلوك ده، انه احنا فعلا كنا مش بنسمعك ومكناش مدينك احتياجك في ان احنا نشوفك ونسمعك ونتكلم معاك، انت ما كنتش لاقينا فرحت تدور على الاحتياج ده بره مع البنت واحنا كنا سايبينك، فده اللي ادى لده. فهي في المشهد تفهمته، واللي هو انا اسفه وحقك علينا وانا هغير ده، وخرجته المول، وكانت الناس كلها قاعده تتريق يعني اروح اسرق واخرج المول. هي عملت حاجه حلوه قوي ان هي
قربت منه او حاولت قربت تفهم منه بالظبط. الكونكشن او التواصل ده مطلوب جدا. احنا عندنا كده قاعده في التربيه الايجابيه اسمها connection before correction. اوكي. هي عملت connection، هل عملت correction؟ لا، دي بقى اللي النقطه هو بقى. التواصل قبل التصحيح او التصويت. هي عملت تمام. تواصل حلو قوي، فهمت احتياجه وكده، بس ما عملتش تصحيح. ما احنا لو وقفنا لحد التواصل، طب ما انا حلو قوي هروح اسرق وماما هتحبني اكتر، ما بالظبط. انا هروح يعني فاهم اقتل حد وماما هتحبني. لا، لازم بقى هنا اوكي انا فاهماك وفاهمه انت عملت ده ليه، وفاهمه ان انت كنت متضايق اوكي ما في، والخطأ يعني وارد. مقبول، يعني بيحصل accident happens وكلنا بنغلط. مهم. وانا كده كده بحبك وكده كده قبلك وكده كده انت ابني. ولكن هنا في بقى مشكله، انت عملت حاجه فانت مسؤول ان انت تصلح الحاجه تصلح دي. أوكي. دي اسمها اللي تحمل انت عملته عواقب. بالظبط. في فرق بين بقى العقاب وتحمل العواقب، ان مهم. انت هتصلح يعني الحاجه زي ما كسرت مثلا حاجة انت تصلحها، زي بالظبط. مثلا ما ضيعت مش عارف ايه دور عليها ولاقيها. مهم. ما يبقاش الموضوع اللي هو انت لا لو عملت كذا انا هعمل فيك كذا او هعاقبك بشكل كذا. برافو عليك. اه. برافو عليك انه بيبقى تحمل العواقب بيبقى حاجه ليها علاقه بالفعل نفسه، تمام. اللي هي ابسطها انت وقعت الاكل، الطفل مثلا وقع الاكل، ماشي مفيش مشكله، مهم. لمها. مم. اوريك ازاي لمها. مم. كسرت الحاجه صلحها مم. كده. مم. تمام. العقاب بقى دايما برضو يعني اغلبنا كامهات وكده بنقف في الحته دي. العقاب بقى لو حاجه ملهاش اي علاقه، انت مثلا ضربت اخوك، طب انا هحرمك من البلاي ستيشن. اه. ايه علاقه ده بده؟ هو أيوة. اتعلم ايه في الموقف مم. ده؟ اتعلم ازاي؟ يعني هو دلوقتي لو ضرب اخوه مم. عشان اكيد كان عنده مشاعر، مم. طب انا دوري ان انا افهمه هو ايه المشاعر اللي كان توعيه او هو كده اصل قصدك؟ هو مش هو لسه كطفل. تمام. هو عنده مشاعر ومش عارف يعبر عنها ومش عارف يفهمها اصلا، فانا مم. المفروض اساعده مهم. انه يفهم هو ايه المشاعر اللي خلته يضرب اخوه. يعني الاجانب كمان غلط في الحته دي، اللي هو you're grounded، لو انت عملت حاجه غلط فانت معاقب ان انت تفضل موجود في اوضتك مثلا ما تخرجش النوتي منها. كورنر. مش عارفه الاجانب ما قالوليش النوتي الصراحه بيعملوا النوتي ايه. كورنر لا ده يعني نوتي كورنر حاجة- بنشوف في الافلام على طول ايه يقول رأيك له في حوار ايه النوتي go to كورنر your ده صحيح؟ room you are grounded، او انت مم. خلاص تفضل في مكانك ما تتحركش مثلا يوم كامل ما تخرجش. طيب بجد يعني معلش، اي حد فيكم كده لو حد فاكر اي يعني حاجه حصلت له، عمل حاجه غلط وهو صغير وتعاقب عليها عقاب اللي هو اوضه الفيران، يعني حد حاجه انا فاكر مامي حاجه زي بصراحة كده؟ كانت بتخليني مامي؟ اقف قدام النوتي كورنر. انا سمعتها صح، مامي. مامي هو كورنر قال يعني. مامي صح؟ ما شاء الله. نوتي كورنر يعني على لا طول. بجد، أوكي. هل حد فاكر بجد حاجه وهو طفل ايوه صغير انا عملها؟ انا فاكر البعبع. مم. لا قولي فاكره. بجد، احكي لي كده لا موقف انت موقف فاكره، قلت لك يعني مامتك عاقبتك مثلا عقابا حاجه انت عملتها غلط لا امي مامتك ما كانتش عاقبتك. شريرة بصراحة للدرجة يعني، بس ساعات هي قبل كده مم. اقول ياما. لا ما اقولش. مسامحك انا يا عندي قصه مسامحك عندي ياما. قصة- بس انا مش عايز يعني، بس يعني هقول بقى يعني خلاص هقول معلش براحتك بقى يعني، هقول. قول يعني لو مش عايز تقول. هي مرة قبل كده مم. كانت انا كنت يعني لما كنت مثلا بعمل مشكلة ولا حاجة كانت بتقعد تجري ورايا. انا كنت بصراحة انا كنت مقرف يعني، انا كنت طفل مقرف انا عارف. بس بص بقى يعني الاحكام اللي بيصدرها على نفسه، انت ما كنتش مقرف. يا حبيبتي انا ماما. جاي انا جاي احب نفسي في الحلقه دي. والله انا حسيت ان انا بني ادم. ايوه انت كنت بتعمل سلوك وراه احتياج، فالسلوك ده يعني اتحط له في قالب لا. اطلق عليه. لا هو عارفه يعني لما كنا مثلا بيبقى في مشكله او بتاع، هي كان اكيد برضو هي اكيد كان عندها ضغوطات في الحياه صح. اكيد كانت صعبه. الواحد وهو أكيد. صغير ما كانش بيحس ايه يعني. طبعا. فهي لو كان بيبقى الموضوع مثلا في ضرب او في كده او الكلام ده، انا بصراحه مع الوقت وانا صغير خلاص يعني انا اتعودت. احكي لي موقف يا سامح. احكي لك الموقف. ما تهربش. انت لذيذه ذكيه ما قوي. تهربش. احكي لي موقف بجد والله. لا اللي انت فاكره. أيوة. مره قبل كده هي كانت بتجري ورايا وكالعاده يعني انا انت كنت كنت بهرب عملت منها ايه؟ بقى. مش فاكر ايه الموقف بالظبط، بس اوكي. انا فاكر اللقطه نفسها. حلو. فكنت بجري حوالين الترابيزه بتاعت السفره وانزل من تحتها وهي تحاول تجيبني مفيش. اوكي. فهي اخر لما غلبت، معلش بقى يا ماما انا اسف، راحت جايبه. كان في على فكره كان في زمان روبوت كده اوكي. حاجه اللي هو البلاستيك ده كده أوكي. وبتاع. اوكي. راحت جايبه البتاع حدفتك من تحت الصبح. لا يعني حدفتني انا قدامها وهي راحت حدفاني اوكي. فربست. فطبعا انا رحت اعمل كده، بص كده لقيت الدم موجود ومبهدل الدنيا بقى. هي شافت المنظر اتخضت طبعا. يعني اول لما شافت يا حبيبي يا ابني. ايوه. فالمهم انا بعد طيب كده ما اعرفش ليه الموقف ده في الوقت ده حسيت ان هي بتحبني قوي
وكنت متغاضي عن فكره ان هي عورتني. كان الموضوع ما كانش مضايقني، بس انا عشان يعني هي رد لفتها فعلها عليك نفسه كده. حسيت بحب كده غريب مره واحده مم. طلع. شفت يا حته كده حسيت بحب كده غريب بصراحه، غرقني حنيه بصراحه. طيب ونسيت الموضوع خالص. قبل لقطة ان هي يعني اتخضت عليك وكده، مم. لما كانت وهي بتجري وراك وانت بتجري منها، مم. كنت حاسس بايه وقتها؟ كنت حاسس ان انا مش عايزه تمسكني يعني اللي هو عايز اهرب، عايز. بس ما كنتش بحس بقى الرعب، يعني انا ما كنتش بحس معاها برعب بصراحه. اوكي. انت بتقولي هي يعني اصلا ما كانتش لاقي بتعاقب وكانت جميله. لا 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 لا, لا. هي ما كان بالعكس، ده كانت اوقات كتير قوي لما كنت مثلا بجيب درجات وحشه او كده، كانت دايما طول الوقت تديني ثقه في نفسي، تقول لي انت ما جبتش درجات وحشه علشان خاطر انت ما ذاكرتش، لكن انت شاطر وبتفهم بسرعه، ذكي بتفهم بسرعه. فتقول لي انت بس لو ذاكرت شويه صغيرين انت هتشوف انت هتبقى عامل ازاي. بس انا الكلام بس ده كان بالنسبه عايزه لي حافز بصراحه جدا. اوكي. لا انا بس عشان لفت نظري حاجه انت بتقولها قلتها. كريم كان بيتضرب تقريبا، انا متاكد. مفيش طفل فينا ما انا اتضربش. لا بس متاكد انا كان بجد بياكل يعني عولة. مفيش طفل فينا ما أيوة. اتضربش. لا لفت نظري في الموقف اللي انت بتقوله وانت بتجري تحت السفره وكده. مم. انا لما سالتك انت كنت عملت ايه، انت بتقولي مش فاكر. مش فاكر، لا. فده معناه ايه؟ معناه انه ذكرى وحشه لا ومصحة. طريقه العقاب دي، او لو انا هجري وراك عشان انت الفكره انه الطفل كده كده لازم متفقين ان الطفل هيغلط. فاحنا يعني احنا كأهل المفروض بنستغل الغلط ده علشان تبقى فرصة ان احنا نعلمه المفروض في موقف زي ده يتصرف ازاي. تمام. لما بنسيب ده كله ونجري واجري وراك علشان اضربك او علشان اعاقبك، انت ما اتعلمتش حاجه من الموقف ان انت اخطأت فيه، بدليل ان انت مش فاكر اصلا هو انت كنت عملت ايه اساسا. اصلا انا كنت بجري حوالين فانت ما الترابيزه اتعلمتش كتير. حاجه. الصراحه كنت بجري حوالين الترابيزه كتير، فمش فاكر اني واحد فيهم. ده كان العادي يعني. لا يعني اقصد ما حصلكش تعلم من الموقف، من الخطأ اللي انت تمام. عملته. أنا انت فاكر اللقطه بالظبط. بتاعت اللقطة انا نفسها. بجري ماما بتجري ورايا. ايوه صح. ها يا كريم انت شكلك بص لا، بص مش- عينيك بتقول في أيوة، تذكرت علشان كده هو في شريط اتضرب وكلع. حياتك بس عايز اسالك مر سؤال، يعني دلوقتي. قبل ما نخش على كريم، بس عايز اسالك على حاجه في النقطه دي. يعني دلوقتي حاجه حصلت غلط الطفل عملها، هل الحل الصح ان افضل اتكلم معاه؟ يعني مثلا اقول له انت اللي عملته ده غلط، واحاول افهمه هو عمل ايه وهكذا طب في مثلا امهات تقول لك طب انا ابني عنيد، يعني انا ابني ما هتكلميه ما بيعرفش غير بالضرب، يعني من الاخر انا ما بيتعلمش غير لما يتضرب. عارفه انت المثل القديم اللي كان بيتقال اللي هو زي المسمار ما بيمشيش غير بالضرب؟ لا ما اعرفش المثل ده الصراحه، بس يعني بس عرفته دلوقتي. موجود. المثل ده انا ما اعرفش ما حدش يعرف غيرك تقريبا. انت انت ما تطلعش يا امثال، عم تقعد تالف ماشي، امثال ماشي. وتقعد تقول هو لا، في انا مثل مثلا انا بيقول. قلته وطلعته دلوقتي. هقول لك يعني في ناس هي ناس كانت فاهمة، مفهوم بتدي يعني إن مثال أنت كده ان مش هو هتمشي ايه، غير يعني بالضرب ما يعني. بيمشيش في مساره غير لما تضربه، فاهم يعني؟ هي ده المختصر يعني. ماشي. فانت ايه رايك؟ يعني هل الحوار هو الحل، ولا في مثلا ساعات لا لازم يبقى فيه تعنيف، او لازم يبقى فيه يعني حاجه شبه ان انا بحسسك اللي انت عملته ده غلط؟ طيب في كلام كتير قوي. اوكي. مبدئيا العنف، التعنيف او الضرب مش بيعلم الطفل ان هو عمل حاجه غلط، بيعلمه ان هو غلط، ان هو حاجه غلط، ان هو وحش. دي حاجه. الحاجه التانية، الطفل بيتعلم انه طالما انت كبابا، انت بابا ماما دول الكون بالنسبه لهم، دول كل حاجه. طالما انت كبابا بجلاله قدرك لما بتتضايق بتعبر عن نفسك بالضرب، يبقى انا كمان لما اتضايق اعبر عن نفسي بالضرب. صح كده. لا طالما انت لما عايز تعلمني حاجه وعايز توجهني تعنفني، انا كمان الحد لو عندي اخ اصغر مني وعايز اوجهه اقول له سيب اللعبه بتاعتي هعنفه. اوكي. فانت ازاي يعني؟ دي حاجه احنا مش بناخد بالنا منها. انا هضربك عشان ما تضربش اخوك. ايوه يعني ايه؟ يعني ضرب ينفع ولا ضرب ما ينفعش؟ يعني اوكي. طب انت شايفه ان ده ما بيعملش تمييز ما بين الاخوات وما بين بعض؟ يعني دايما هتلاقي مثلا ان في اخ ده مطيع بيسمع الكلام على طول، والاخ التاني عندي دماغه ناشفه. فلما الراجل العندي ده دايما بيتضرب، بيعمل مشكله، بيعمل حاجه بيتضرب. فطبعا لما بيبقى بيبص على يعني اخوه الصغير او اخوه الاكبر منه ايا كان يعني، ويشوف ان ابوه او امه بيعاملوه معامله كويسه احسن منه، فيبدا يحس ان هم بيحبوه اكتر. لان هو زي انت ما كنتي بتقولي ان الطفل يعني لسه ادراكه يعني ابيض يا اسود، لسه أيوة. ادراكه مش موجود. فانت شايفه ان مثلا
او مثلا ممكن حتى لو بيربوا تربيه ايجابيه ممكن برضو يقعوا في الغلط ده، ان هم يميزوا على اساس نوع الشخصيه. في شخصيه انت لازم تقعدي تتكلمي معاها ولازم تحاولي تفهمي منها، وفي شخص مثلا لا لازم تضغطي عليه شويه، بس من غير طبعا ما تاذيه نفسيا، بس تضغطي عليه علشان يشتغل. دي طبيعه شخصيه. يعني يجي بالشدة يعني ايه اضغط عليه من غير ما اذيه نفسيا؟ طب ما هو ده اذى نفسي. اضغط عليه اللي هو لا انت لازم تعمل كذا مش عارف ايه، لازم تنجح السنه بس انا دي. هقول لك على حاجه، بس هو عشان بس الموضوع يبقى ماشي منظم، ممكن بس يعني ناخد أخلص الإجابة بتاعت الجزء ده. فكرة يعني هنرد برضو خلاص على يعني الجزء احنا ده. اتفقنا ان التعنيف ما بيعملش حاجه. احنا دايما بنفتكر انه انا لما هعاقبه وازعق له واضربه وبتاع هيفهم ان هو عمل حاجه غلط. لا يا جماعه، الطفل وقتها ما تعلمش حاجه من الغلط اللي هو عمله ده، ما تعلمش غير ان اخد فكره عن نفسه ان هو حد بشع، ان هو حد ما يستحقش الحب، ان ايه القرف ده، انا ازاي عملت حاجه، وانه يعني هو بياخد افكار عن نفسه ان هو حد غلط. انا مش عايزه اوصل لابني ان هو حاجه غلط. انت حاجه كويسه وقيمتك في نفسك، اللي عملته هو اللي غلط. فازاي افهمه ان اللي عملته ده غلط لما ابني يغلط؟ اوكي. انا عندي بس سؤال، هل حد فيكم دلوقتي واحنا كده في الثلاثينات ما بيغلطش؟ لا يعني طبعا كلنا بنغلط مهما ساكت كده، ما كبرنا، صح؟ تكدبش. صح، بغلط. كله كلنا بيغلط، صح؟ ده واحنا كبار. ايوه، ولحد ما نموت أيوة. هنغلط عادي. فده يقول لنا ان الطفل من حقه يغلط. فهو اول حاجه لما ابني او بنتي لما الطفل يغلط، بصوا يا جماعه، هو اكتر وقت الطفل بيحتاج فيه يحس بان احنا متقبلينه هو وقت الخطأ. تمام. ليه بقى؟ لانه سهل قوي وانت لذيذ كده ورايق الناس كلها هتحبك ومتقبلاك. اول ما تتعصب وتبقى مقريف ناس ما تحبكيش، مش كل الناس هتحبك. ده بيبقى اكتر وقت انت محتاج فيه، يعني يا سلام بقى لو انت دعم بجد وكده. في وسط تقلباتك والابس اند داونز بتاعتك بقى، وان انت ايوه صح. وحد قابلك زي ما انت ده حاجه وحب. جامده جدا، وساعات ممكن ما تلاقيهاش، تعيش حياتك كلها ما تلاقيش الشخص ده. اوكي. بالظبط بالظبط. فدي اكتر وقت انت فعلا تبقى محتاج، الطفل بيبقى محتاج يحس ان اهله لسه متقبلينه. اوكي. امتى؟ لما يغلط. دي اول حاجه، ان انا احسسه انا متقبلك، ده ملوش دعوه. تمام. طيب انا دلوقتي مثلا هدي مثال بسيط. ابني مسك الفازه كسرها. تمام. اوكي، حصل خير، تعال قولي ايه اللي حصل. انا كنت متضايق مثلا فكسرت الفازه عشان انت قلتي لي كذا. اوكي، انا فاهمه ان انت متضايق فعلا، دي حاجه تضايق. لما انا اقول لك كذا دي حاجه تضايق فعلا، انا لو مكانك هتضايق. هفاليديت انه ايا كان الشعور ايوه صوتك علي صوتك شويه عشان ايا كان الشعور اللي انت حسيته، من حقك تحسه طالما جالك من حقك. اوكي. انا فاهمه الشعور ده. طيب ايه الطريقه بقى اللي بنعبر بيها عن الشعور ده؟ دي الفكره بقى، ان الشعور اللي جالك ده من حقك، بس في حاجات مقبوله حاجات مش مقبوله. طب هل انت لما عبرت عن شعورك بان انت كسرت الفازه دي حاجه مقبوله؟ لا دي مش مقبوله. طب تفتكر ايه تاني ايه الطرق اللي احنا ممكن نعبر بيها عن نفسنا واحنا متضايقين؟ هو ممكن يقول انا ممكن اساعده، انه طريقه السؤال والاجابه دي يعني بتخلي برضو الطفل، غير لما انا امرك، لا انا بدردش معاك وباخد منك يعني اقصد اللي انا عايزه اقوله، انه انا اول حاجه بكونكت افاليديت، انا فاهمه انت كنت متعصب، حقك. حلو، خلينا ناخدها ستيبس. ماشي، دي كده 1 2. بفاليديت انت متعصب. اوكي. تاني حاجه نروح بقى على التصرف ده. مش مقبول ان احنا نعبر عن نفسنا او نعبر عن الغضب بتاعنا بالطريقه دي. امال ايه المقبول؟ كذا كذا كذا، ونبدا نتكلم ان انا ممكن اعبر عن كذا بالطريقه الفلانيه. طيب دلوقتي انت كسرت الفازه which is okay، عادي كلنا بنغلط، بس انت كسرت الفازه، هتعمل ايه بقى في المشكله؟ يخرب بيت الفازه دي كان في الاخر مش عارفه، تقريبا كسرت فازه وانا صغيره كان عامله لي تروما. بس انت كسرت فازه فانت مسؤول. يعني انا بحبك وكل حاجه، حتى التون يا جماعه لازم نبقى جوه نفسنا احنا بجد متقبلينه، لانه لو احنا جوانا مش مصدقين الكلام اللي بنقوله هيطلع كده تمام انا متقبلاك، تمام انا عادي يا حبيبي، عادي ما فيش حاجه، اتفضل بقى لم يا جماعه. بتفرق احنا بجد نبقى متقبلين، بجد احنا مقتنعين ان بجد عادي انه يغلط، بس انت مسؤول انك تصلح. هتعمل ايه بقى؟ طب هل في دور للتعنيف في الجزء ده، ولا احنا كده غير مقبول ان احنا نعنف الطفل؟
انت عايز تعنف الطفل لا ليه؟ انا بسالك، بصي انا خالص بفكر، خالص انا خالص. بناقشك كاب او ام يعني عاديين خالص بس فبيتعاملوا اقولك على حاجه بالطريقه بقى دي، مهمه، فاهمه؟ انا بص بالظبط، عشان بص هو عمال يقول التعنيف 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 ليه؟ لان ده السائد. بالظبط بالظبط. بالظبط. عايزه اشاور لكم على حاجه بقى مهمه جدا، ان واحنا اطفال لما بيبقى فيه في تربيتنا تعنيف، ومامتك تقول لك انا بس عشان انا بحبك، انا بعملك كده عشان بحبك وعامله وعشان انا عارفه مصلحتك، وعشان بحبك انا بضربك عشان انا بحبك. احنا غصب عننا الانسان بيربط الحب بالالم، مهم. بالبين، مهم. انه ماما بتضربني عشان بتحبني، فانا هكبر هعمل كده معايا حاجه من الاتنين، يا اما انا هسمح الناس ان هي تاذيني لانه هي اوكي. بتحبني، مزوخي. طالما انت بتحبني عادي ان انت تاذيني، ايوه مزوخي، هو كده بقى يا اما مزوخي. انا هعمل كده، انا كزوج هعمل كده مع مراتي، هضربها عشان بحبها. يبقى سادي بقى. سمعت دي قد ايه بقى في آه. مجتمعنا ان الزوجه ما بقولك بتتضرب عشان هو بالظبط، جوزها هو كده بيحبها، تحول لمزوخي هي ممكن سادي. تتقبل ده عشان ما هو بيحبني. صح. بالظبط. هو الحب مربوط بالالم بقى، دي ترومات بقى صح، تخيل صح، تخيل بقى صح. واحد سادي يتجوز واحده مزوخيه والاثنين مع الله يخلفوا ايه بقى؟ يخلفوا دراكولا. لا والله يخلفوا ميكس، عارف؟ حرفيا سادي مع ففكرة مزوخي. يعني اصل الفكره ايه، هقول لك على حاجه، ان احنا في التربيه محتاجين ان احنا ما نبصش تحت رجلينا. احنا الخطا اللي بنقع فيه كاهالي، ان انا عايزه الموقف يتحل دلوقتي حالا، وابني يسكت، يبطل عياط، يبطل، صح. فانا هخوفه وانا هرعبه، هجيب له الفار، هجيب له الرجل المسلوخ عشان يبطل دلوقتي حالا. كلمه عايز اعلق عليك لما تخلصي. علق عليا براحتك. احنا محتاجين نفكر على اللونج تيرم، الموقف اللي انا هعمله، رد الفعل اللي انا هعمله لما ابني يغلط ده على اللونج تيرم، هو اتعلم ايه عن نفسه لما يكبر، هو ايه القيمه اللي استفادها، اللي اتعلمها في الموقف ده. مهم. لو وقع تاني في نفس الخطأ باي شكل من الاشكال لحد ما يكبر، هيتصرف ازاي؟ مهم. فهم ايه عن مشاعره، فهم صح، ازاي صح. ما هي دي التربيه. طالما انت هو وقفتوش انت عارف وقتها بقى، خلاص. اقول لك بقى على حاجه، ان المشكله ان احنا بنتحول كمربيين ان احنا بنحاسب اطفالنا، احنا بنتفرج عليهم كده وبنحاسبهم، مش بنربيهم. صح. انت فاهم؟ ما هو وصلت. على فكره حلو قوي المعنى ده، ان انت بتحاسبه مش بتربيه يعني. يا فندم احنا جايبينك ليه؟ ده احنا انا حاسس انت عايز تقول حاجه. انا كنت عايز اسال على نقطه واحده، اللي هي نقطه يعيط. ليه احنا كرجاله بيتقلنا احنا عيال صغيره؟ معلش يا كريم، بس يعني خليك معايا ماشي. خلاص، عشان في واحد واقف في الطابور هنا معايا. لا بس انا عايز ان هو في حاجه كده مؤثره خلاص بصراحة. ماشي. ليه الراجل بيتقال احنا عيال صغيره؟ ما ليه الراجل ما بيعيطش؟ الراجل ما بيعيطش. يا نهار ابيض. يعني انا كراجل هو بقيت 30 سنه، انا لما كبرت يمكن حكيت الموضوع ده في حلقه ما، كسفت لحظه ما لما اختي دخلت على الاوضه وشافتني وقعت، انا اتضايقت جدا، اللي هو لا محدش يشوفني، مع ان احنا كبنت ان احنا ممكن نشوفها، بس انا اتكسرت، حاسس ان انا اتكسرت، ان انا عيطت ما بيني وبين نفسي. انا اكتر مره ما كسفتش فيها انا عيطت قدام اي حد، ما فرقش معايا اي بني في الدنيا، لما جدي مات، لان ده موقف طبيعي. فان ابويا وامي كل الناس تشوفني وعيط، دي حاجه، لكن غير كده يعني ايه اشوفك تعيط؟ يعني انت ليه؟ اوكي. ليه بجد؟ يعني انت كأم اهو الجمله يعني دي ليه؟ وامثالها بهدلت اجيال بجد. يعني الحزن ده مشاعر موجوده عند الست والراجل، عند البني ادم. الفكره ان احنا بنبقى فاكرين ان احنا لما بنرفض المشاعر دي ان هي هتروح، هي ما بتروحش، هي بتفضل، يعني حاجه اسمها بنسبرس المشاعر، بتفضل بنعملها زي فرامل او هتكبر بنكبتها. بالظبط. هتنفجر في وقت ما، انت هتنفجر. بنفتكر ان احنا كده منعناها، لا هي موجوده، بس هي ربنا خلقها جواك، الحزن او الغضب او الغيره او كده. يعني فكره ان انت كراجل في مشاعر مش مفروض تحس بيها، دي حاجه مدمره. بالظبط. يعني بص، يعني سواء بقى الراجل ما تعيطش دي، او برضو في حاجه برضو بتتعمل بجد كتير قوي مننا بنعملها، حتى لو مش مع الاطفال عموما بنعملها، بس انتوا بجد مش متخيلين ابعادها ايه. حته بقى ايه اللي هو طفل بيعيط وانا حبيب قلبي مش عايزاه يعيط، عارف حته بتاع بص العصفوره، بص اجيب لك حاجه حلوه، لا ما تعيطش، بص، لا انا كده اكني انا برفض ان هو برفض المشاعر دي، شغله بيبي ما شارك. ينفعش تعيط، انا بحبك، مش عايز اشوفك بتعيط، مش عارفه اشوفك بتحزن، لا دي مشاعر محتاج ان هو يعرف يعبر عنها. اوكي. فكره ان احنا نلغيها ونرفضها ونتجاهلها، دي هتخليك لما تكبر زي ما انت بتقول كده،
هتحس بشيم بقى، بخزي وعار لما انت تحس وعارفه الاوحش منها ايه كمان؟ تعيط. يعني انا لو في شغل وشفت مثلا صاحبتي او زميلتي بتعيط، ده شيء طبيعي، بنت هنتقدر فاهم. لكن لو شفنا راجل بيعيط على مكتبه، يا نهار اسود. ايوه انتوا فاهمين اللي ممكن يحصل. ما اصل ده فكر مجتمع. ما يعني اقول لك انا برضو اتربيت زي كريم، انا اتربيت ان الراجل ما بيعيطش. مع الوقت يعني انا ايه تمام خلاص، يعني طول الوقت اتربيت على نفس الحاجه دي، فتعلمت ان الراجل ده عامل زي الماشين. يعني هو اولا هو متحمل مسؤوليه، هو ما ينفعش يعيط، ما ينفعش يتكسر، ما ينفعش يبان ضعيف، ما ينفعش حاجه كتير. هي نفعتني في حاجات، يعني نفعتني ان انا بقيت فعلا ايه، حسيت ان انا قوي خلاص. بس مع الوقت ما انت بيجيلك وقت خلاص، وقت ضعف اكيد. فده الوقت الضعف ده بيبان امتى؟ مع نفسي بس. ما تقدرش حد يشوفك. يعني ولا مراتي ولا امي ولا حد يا يشوفني. جماعه انتوا متخيلين ان انا كبني ادم لما احزن، اللي هو شعور عادي ربنا خلقه جوايا، احس ان انا وحش، وان انا احس بعار عشان حزنت، عشان مشاعر. اصل احنا برضو اتربينا، مش يعني عشان احنا حزنت عندنا كمان، عشان اتأثرت. يعني هو سوسن ولا بيجبرك ايه؟ هو بيجبرك طول الوقت ان انت لازم مشاعرك تتجاهليها. الراجل ما ينفعش يبقى عنده مشاعر، مع اني بحس ان العكس تماما. اصل عشان هو الراجل طالما هو القائد في البيت، هو بيبقى رب الأسرة لما بيبقى متجوز. لازم بيبقى عنده مشاعر، لازم بيحس باللي حواليه الأول علشان يقدر ان هو يعني يأكتف يشتغل وانت ينزل كواحد ويروح رافض ويجي. مشاعرك، ازاي هتعرف تفهم مشاعر غيرك؟ لا انت بس رافض هقول لك المشاعر دي. هقول لك على حاجه. هو في فرق ما بين ان انا يعني ابقى حنين مثلا على اللي حواليا، او ان انا اديهم السبورت او اديهم المشاعر اللي هم عايزينها، وفي فرق ما بين انا بقى اللي احتاج الحاجه دي. يعني انا بالنسبه لي انا بعمل، اعتقد ان انا بعمل ده. يعني انا بدي السبورت مثلا لاهلي، كده لاصحابي وايا كان. بس انا نفسي دايما بشوف ان انا ما بقى يعني مش لازم حد يديني ده، فاهماني؟ او مع التعود خلاص هو بقت حاجه مش ضروريه. وتحس ان انت لو جالك مود ان انت متضايق وعايز تعيط، انت محدش هيستحملك، محدش انت تقيل على الناس، مش هتعرف تطلب مساعدة. دي حاجة برضو فعلا، اللي هو انت ما ينفعش ان ما انت انت تعيط. مرفوض، انت بالظبط. بحزنك ده انت مرفوض. عارفه انت بتحسي مقبول وانت بايه؟ مبسوط او مش مهم. عارفه بتحسي بايه؟ بتحسي كانك بالظبط في حته كده سبوت فيه نور وفي ناس زحمه كتير، وانتي في اخر الاوضه مثلا قاعده كده يعني بعيد. عارفه انت الاحساس ده؟ عارفاه انت هتقولي طب قولي لي بقى يا ياسمين عشان استعدل كده. لا بس فعلا والله، يعني احنا طب ما بس اقفشك، خلي بالك عشان بس في والله سؤال بس اساله لك. ماشي اقفشني براحتك. بجد احنا يعني انت مقبول طول ما انت مبسوط وسعيد ومفرفش وبتضحك. هتتضايق بقى وهتنكد علينا وهتقرفنا، انت مرفوض. فانت هتكبر مش هتعرف حتى تلجأ لحد كمساعدة، ان حد يسمعك ويساعدك، عشان هتحس انت هتبقى مرفوض. انت عايز دايما تلغي بقى المشاعر دي، تبقى على طول مبسوط. انت متضايق وفيك بس انا لازم افضل مبسوط ومفرفش علشان بس عارفة الناس ما ترفضنيش، تفضل تحبني. بالظبط كده. فاهم وده قصدي؟ كمان خلي بالك برضو يعني من طفل لطفل اكيد بيفرق. يعني مثلا لو طفل عنيد بتحس ان هو بياخد سكه شمال خالص، اللي هو طب انا مش هعمل. هي الفكره طب انا المشاعر مش دي هسوي. هتفضل موجوده. ما دي بقى الفكره، ان احنا بنرفض المشاعر دي، هي هتفضل موجوده عنده، بس لما بتكبتها هتطلع بقى في شكل سوء سلوك. هتطلع بقى في اكتئاب، في امراض جسديه. ايوه، ما هو ده اللي انا قصدي اقوله لك. فاهم؟ بتفرق ما بين مثلا كل شخص والتاني. في حد ممكن تحدفه كل في حته حد يمين، وحد طبعا. تحدفه في حته شمال. حد يبقى سلبي جدا طبعا، ومستني يعني يقيم نفسه براء الاخرين، وفي نفس الوقت بتحسي حد شمال جدا، هو انا مش مهم رايي عندك، مش مهم. طبعا. بس ممكن ناخدها من ناحيه تانية، ان هي ممكن تبقى تضحيه. يعني بمعنى ايه؟ عارفه انت دور السوبر هيرو دايما، اللي هو انا ادي لسامح وادي لكريم وادي لاي حد سبورت وبتاع، وابقى معاه واساعده و بس انا مش محتاج ده. ليه؟ لان انا قوي. فاهمه؟ عارفه انت الفكره. مالهاش علاقه القوه في ناس بتاخدها كده. وبعدين احنا عندنا حاجه في ثقافتنا، انه في مشاعر ايجابيه ومشاعر سلبيه. ايه المشاعر السلبيه؟ المشاعر السلبيه اللي بتحسسني بالاحباط اكيد. يعني الحزن ده مشاعر ايجابيه ولا سلبيه؟ اكيد سلبي. الغيره؟ لا انا شايف ان انا شايف ان مفيش حاجه اسمها جماعه، مفيش حاجه اسمها مشاعر سلبيه. اوكي ياسمين المشاعر نعم قولي. كل المشاعر ربنا خلقها جوانا لسبب، انه لولا المشاعر دي، مثلا لولا مشاعر الخوف
انت ما كنتش هتعرف تاخد حذرك من حاجه معينه وتقعد تشغل حته معينه في مخك علشان تعرف تدافع عن نفسك او عشان تعرف تعمل خطه انك تواجه الحته دي. يعني مشاعر الخوف والتوتر دي لولاها انت كنت هتخش في المصايب كده بوشك. صح. يعني صح. لولا مشاعر، يعني اقصد انه كل مشاعر ايجابيه، كل أوكي. مشاعر فاليد وطبيعي وحقك لازم تعيش. حتى الغيره الفكره بقى انك تعبر عنها ازاي، هي دي بقى اللي فيها طريقه ايجابيه وطريقه بالظبط. مقبوله وطريقه مش بالنسبه مقبوله. للغيره صحيح كريم غيور جدا. كريم بيغير معرفش مني هل ده جدا. بقى يعني هو على طول يعني بيغير مني أنا عايز أقول لك- بصراحه. لا. ازاي يعني عايز ارد فعلا حقيقي على حقك يا على- كريم. الله يخليك حقك يا الله كريم. ده يخليك. الغيره شعور مقبول. يعني انا فعلا بس بالنسبه مش لي لازم تضربه يعني. لا والله بتكلم بجد. يعني مثلا بالنسبه لي الغيره او الحزن والحاجات دي مشاعر ايجابيه جدا فعلا زي ما انت قلتي. ليه مش سلبيه؟ انا العياط بالنسبه لي سواء ولد او بنت انت بتفضي طاقه على فكره، بيبقى في حاجه مكبوته صح. فبتطلع العياط. ايوه صح. والله بتخليك تعرف تفكر. الغيره في حد ذاتها بعيد عن الغيره السلبيه اللي ساعات ممكن تاذي الواحد. لا بالعكس، الغيره دي بتبان دي انا بحب الشخص قدامي وغير انا عايز اتحدى نفسي، عايز ابقى احسن، عايز اعمل. لكن عدم غيره انا حاسس ان انا ممكن ابقى مثلا سيل اخدها في نجاح، حاسس ان انا فاشل مش هتقدم. طالما مش غيران من غيري ومش شايف غيري بينجح انا لا مبالاه، لا بالعكس. فانا شايف ان الغيره دي لا ده شعور طبيعي جدا. هي الفكره بقى في الفعل او التصرف اللي انت اللي هتصرفه هينتج بناء عنه على بعد المشاعر كده. دي. بالظبط، هي دي بقى اللي ايه تقومها. بالظبط. انا ابقى معاك كطفل ان انا افهمك انه المشاعر دي بنعبر عليها ازاي. بس بالظبط. المشاعر احنا بيختلط علينا الامر ان لما نلاقي يعني الطفل بيغير من اخوه فبيضربه، لا انت ما ينفعش اصلا تغير، ما ينفعش تحس بكده. لا. ضرب ايه ضرب ولا بتقول ايه؟ بيغير من اخوه معلش تاني فبيضربه. فانا بقى يختلط عليا الامر انه لا انت ما ينفعش اصلا انت بتغير، ما ينفعش بالظبط. تغيير. انت لا تقطم غيرة خالص. عادي. انت عارف انا فاهمه ان انت غيران. مم. انت عارف هقول لك على حاجه، انت لما بتسمي الشعور وبتفاليديته الحده بتاعته بتقل. عارف انت لما بتبقى كاتم في نفسك وانا يقول لك اوكي انت متعصب من فلان صح، اللي هو تحس انه انا يعني صح. انت لقطتيني، انت فهمتيني فبتهدى. فانا اللي هو بص والله لا، العظيم والله انا ببص لك لا بحس اصل هقول لك، كده فكرتينا بحاجه. عارف بص لبعض فاكرين كان جه كومنت، كان حلقه خلود يا جماعه، ابقوا اتفرجوا على حلقه خلود اللي هي رجاله اتفرجوا فيرس على حلقة ستات خلود يا والجواز، جماعة. كانت حلقه قويه جدا. بس كان جه كومنت على نفس الموضوع بتاع الغيره ده لما كانت خلود بتقول انا بحس ان غيره الستات بتبقى اقوى من غيره الرجاله، يعني كانت بتتكلم في الحته دي. شفتها. ففي حد عمل كومنت قال لها اصلا الغيره دي حاجه غلط، ما ينفعش تبقى شفت موجوده. بقى ازاي يعني مشاعر ساعتها موجودة، كريم ربنا رد. اللي خالقها. أنا إزاي رديت. ساعتها كريم تتعلم رد. بسرعه، برافو عليك. وعايز اقول لك خلود نفسها ردت قالت لها على فكره الغيره دي حاجه احنا بنتولد بيها. بالظبط. برافو عليك يا خلود. انا برافو عليكي برضه. تحيه عايز لخلود يا انا عايز جماعه. اخدك يا ياسمين في حته ثانيه. خدني إيه في رأيك؟ حتة اديله تانية. حته برافو عليك. برافو عليك يا كريم. ايه رايك في الام او الاب لما بياخدوا ابنهم في سكه انت فاشل، اصل انت مش زي ابن خالتك، لا انت مش هتنفع في مش عارف ايه. والله العظيم الكلمه دي زي ابن خالتك دايما في ابن مش خالة. وجعتني. لازم الكلمه دي مش وده هو بيقارن بيك بقى. بصي هقول لك انا الكلمه دي ربت جوايا حاجه من وانا صغير. انا حتى لو مش بحب المذاكره او اي حاجه، يعني فعلا اللي انت بتقولي عليه هو ده الصح، ان انا ممكن اصاحب ابني وبتاع. انا شايف ان هي خلاص وصلت لمرحله ان لما اجي اكتئب من اي حاجه، حتى لو مصاحبي، حتى اتخدت في اي حاجه، هفتكر كلام امي وابويا. ما انا فاشل، ما انا مش ناجح، ما انا مش نافع في الدراسه، مش عارف لو اكل مرعى قله صنعه وبتاع مش عارف الحاجات الطاقات السلبيه الخرا اللي الواحد بتوصل له دي بتتربى. فانا بحس ان الحاجات دي بتاثر علينا زي ما انت قلتي من شويه، ما حدش فينا كويس. صح. طب قول لي كده، يعني واضح ان انت قارنت يا بابن خالتك لهوي. كتير. طب ما تحكي لي كده موقف انت فاكره قوي، يعني كلنا والله فاكره جدا، صوره واضحه كده يعني. هو مش موقف على قد ما هي عدة مواقف كتير، بس تتلخص مثلا في نقطة بص ما شاء الله ولاد عمامك وولاد عماتك احكي وولاد لي خالتك. موقف بعينه كده. مثلا انا بصراحة ما فيش موقف حاضر قوي في دماغي دلوقتي. بص ما شاء الله دول دخلوا طب، اللي دخل هندسة، اللي دخل بحرية، اللي دخل انت عمل ايه، انت دلوقتي انت في قمة المجتمع، انت مش لاقي كلية تخشها، انت فاشل وهتفضل طول عمرك فاشل، ولا هتعرف تتجوز ولا هتلاقي صاحب، وهتفضل كده طول عمرك في شله الفشل اللي انت ماشي معاهم. كل ده ايوه والله العظيم ما انا عمري ما انسى الكلام ده. وهتفضل طول عمرك ما انت مصاحب فلان وفلان، دول هم دول اللي هيجيبوك الارض. ارتقي، نقضف صحابك، مش عارف اعمل ايه، دول عشان دماغهم انضف منك واحسن منك فهم نجحوا، لكن انت هتفضل طول عمرك فاشل ومش لاقي ولكش قيمه. عشان كده انا لما كبرت وبقيت اشتغل حاجات مالهاش علاقه، او اشتغلت فتره محاسبه بعد كده بسيط، بقى عندي فعلا اعتقاد في دماغي ان انا هفضل طول عمري فاشل. وانا مش بكذب، انا لحد دلوقتي انا بقول لنفسي للاسف بقيت مش شايف غير كده، انا فعلا فاشل. ليه فاشل؟ لان انا فعلا كنت ذاكرت واجتهدت عشان احفظ شويه كلام دبش مش هيفيدني في اي حاجه في الحياه، اخش ارميه على الورق. كنت قيمت المجموع
دخلت الكليه نفسي فيها، على الاقل اشتغلت منها. حتى لو ما نجحتش في الكليه دي وما اشتغلتش، بس على الاقل دخلت حاجه نفسي فيها عشان ما اسمعش كلمه انت فاشل. تمام. تعرف يا كريم بقى المشكله، انت بتقول دلوقتي ان لحد دلوقتي انت بتعتقد ده ان انت فاشل. حقيقه انا مش بكذب، ده بجد. انه وانت صغير، ما هو انت كل معلوماتك عن نفسك بتبقى من مامتك وباباك، انت بتكون معلوماتك عن نفسك من مامتك وباباك. فلما هم يشوفوك انك فاشل، انتوا ادرى يا جماعه، انتوا شايفين يبقى انتوا صح. فدي حاجه بتتخزن بقى جواك، ماشي. فبتمشي في حياتك لما تكبر، لما بتتعرض لمواقف غصب عنك بقى عقلك الباطن اللي بتصرف انه اكنك بتثبت لنفسك الحاجه دي ان انت بجد فاشل، اكنك بتثبت لنفسك حقيقة الحاجة اللي انت اترسخت جواك. فلما تخش في طريق معين مثلا، هتلاقي نفسك الحتة دي هي اللي يعني انت كان ممكن تتصرف بالشكل ده، بس هتلاقي نفسك في حاجة بتخليك تتصرف بشكل عشان تأكد لك انه انا بحس ان دي ساعات بتعمل عقدة جامدة جدا. ان انت في الحاجة اللي انت بيمليها عليكي اهلك وبيربوكي عليها، ممكن تبقى حاجة ضد نفسك اصلا، حاجة انت مش يعني بتعمليها وانت كارهاها. فبتبدأ مع الوقت ومع العمر ومع الظروف تبدأ تكبر، تحسي كأن في اتنين بيتخانقوا مع بعض. برافو عليك. يعني صح مش صح. يعني تحسي اللي هم بين شخصيتين الاهل عايشين كانوا جواك. بيعملوا كذا جدا، وممكن اكتر من شخصية صح كمان. والله العظيم. فبيبقى في صراع جامد جدا، ولازم حد فيهم بيكسب، والصراع ده بيبقى موجود في شخص واحد. والشخص الواحد ده ممكن الصراع يوصل ان هو ممكن فعلا يدمره فعليا. هو طب معلش يا ياسمين، انا عايز اقول حاجه على زيادة مع سماح. انا يمكن والله في حياتي 30 سنه عمري ما اعترفت بيها، بس بجد انت شجعتني اقولها. انا كانش عندي اخ وهو صغير، ولما بقى عندي اخ، لما والدتي مثلا اتجوزت، والدتي اتجوز، كان يعني كنت لسه في الاعدادي، ستة ابتدائي. فعشت طول عمري بسبب اللي امي وابويا مثلا ممكن بيعملوا فيا. انت عارف اللي حصل فيا، وده الاعتراف اللي اقوله قسم لما بهرج. انا بجد كاني في شخص جوايا، و24 ساعه لحد دلوقتي مش قادر اتخلص من الفكره دي، وخفت وفكرت حتى اروح لدكتور او الكلام ده. في حد بيكلمني، انا هو على طول بنقعد نكلم بعض، واحس ان هو بينتقدني، ولا انت هتبقى غبي، انت عادش كده، مش عارف ايه. والله ما بهرج. ما اعرفش هل الناس كلهم عندهم النقطه دي؟ لا مش بخاف اتكلم فيها، لحد يقول انت مجنون. أيوة عشان كده كنت شايف ان اكتر حد معالج النقطه دي حد معالج نفسي، اقعد معاه افهم ايه اللي جوايا ده، لدرجه ان انا الشخص ده حبيته. انا دلوقتي لو هختار لبس مثلا، لا اختار كذا، لا كريم انت مش هتعمل كذا، مش عارف، والله العظيم ما بهرج. فده اتربى جوايا الشخصيه دي، وانا معتقد ان هو شخص عايش جوايا. ليه؟ بسبب ابويا وامي كنت بهرب منهم، بخاف اتكلم معاهم، بخاف بسبب حاجات كتير، وهنحكيها بعد شويه يعني. بس فهل ده صح؟ لو تفتكر فيلم سبليت بتاع لسه والله كنت هقول لك على سبليت ال 14 كاركتر، اللي هو كان جواه حاجه كده، كان بيعمل عنده كذا كاركتر كده، واحده ست وكان صح 4 كاركترات. انا ما اعرفش عملهم ازاي. اللي هو بتاع كان بيطلع، هقول لك، كان هو حد عنده اضطراب نفسي، كان بيروح يتعالج عند الثيرابيست برضو، بس كان كل شويه يعني زي فصام او حاجه، مره يبقى طفل صغير، مره يبقى واحده ست، مره يبقى ما اعرفش واحد شرير، مره واحد يبقى واحد منحرف، مره واحد يبقى واحد طيب كده يعني. فكان 14 شخصيه. لازم تشوف الفيلم عامه. احنا بجد يا كريم انت مش مجنون. هقول لك كلنا كده، صح؟ كلنا كده. دي حاجه كل بني ادم جواه يعني. خلينا انت كويس يا كريم. انا كويس. حضن اخوات. بص يقول لك يا علشان عايز ابص القرعه. لا بص ما بحبش تلامس. بس قال لك يا علشان الرجاله انتوا ما ينفعش عندكم مشاعر وتحضنوا بعض. لا دي حاجه كده مش عارف افتكرت صح. بص لما حضنوا قال لك يا عشان انا راجل، انا ما ينفعش يبقى عندي مشاعر. بدايه من الهزار ده افتكرت نقطه مهمه جدا، اقسم بالله العظيم. لو بنت طلبت من بنت تتحضن، دي حاجه طبيعيه عادي جدا، لكن انا اكلم صاحبي مش بس انا اقول له بقول لك يا سامح ممكن حضن، هيتقال لي شتيمه مش هقولها. لا مش هقولها. هتبص لهم فوق لتحت كده وفي ايه اصلا. انا مجرد ان انا بتخيل موضوع الحضن ده اتقال عليها شاذ، يا هيتقال عليها يعني مش عايز اشتم. اقسم بالله دي في المجتمع دي مصيبه يا جماعه. واحد عايز حضن، عايز يحس شفتي بره لما حد يمسك يافطه ممكن يجيله ايه افكار عن نفسه عامله ازاي. ايوه ما عايز اقول لك بس على حاجه، بس على حته بقى ايه الاصوات دي. احنا كل حد يعني فينا في 3 اصوات او 3 اشخاص جواه. في البارنت، انا البارنت بتاعي، وفي التشايلد، وفي الادلت. ايه بقى؟ انا جوايا
كل واحد جواه التشايلد ده اللي هو الطفل الحر المتمرد اللي عايز يروح يلعب وعايز يروح ويسافر ويعمل ومش همه اي حاجه ويغلط ويكسر، والطفل المتمرد الحر اللي مش فارق له اي عواقب، مش فارق له اي حاجه. وفي صوت البارنت اللي جوانا اللي هو بيبقى غالبا متاخد من برضو طفولتنا احنا، اللي هو انت ما ينفعش تعمل كده، احنا بنقول نفسنا ما ينفعش، انت اتجننت، انت مش مسؤول، انت لازم تعمل كذا، لازم تسيب اللعب ده كله وتلتزم علشان تبقى مسؤول، نقعد يجلد في الطفل. تمام. ماشي. في بقى الادلت سيلف ده اللي بيجي كده بقى ايه، معلش المج بتاعك، اتفضلي فندم. يجي بقى يمسك الاتنين يصالحهم على بعض ويحاول يوفق بينهم، اللي هو اوكي انا هسيبك تلعب بس لازم يبقى ايه، احطك في حتة آمنة، تبقى في حدود، تبقى في كنت هقول ايه الكلمة سقطت مني، بس اللي هو الادلت سيلف اللي بيحاول يوازن بين الصوتين. اوكي انا هسيب الطفل ده ياخد مساحته، بس هوفر له امان، هوفر له اطار علشان يبقى كويس، ما فاهم قصدي؟ فالاصوات دي موجوده فينا، وغالبا الجلد الذات ده بناخده من الجلد الذاتي. صح، من اللي بيحصل. احنا كريم فتح لي كمان حاجه كانت بتحصل. لا حاجه طب تحاسبه بقى. اتفضل يا باشا. حاسبك بعد الحلقه. لا يعني حاجه فعلا ترندي دلوقتي ومنتشره دلوقتي، فكره بقى بما اننا في عصر الاي اي والتشات جي بي تي، في اطفال وبالذات البنات بقى كمان كبار بقوا يتشاتوا مع تشات جي بي تي كانه حد، يعني مثلا واحده. ده موضوع ترندي، موضوع ترندي. لا اصل بصي بقولك ده مصيبه، شات جي بي تي ده معلش ايه الحوار ده يا جماعه؟ شات جي بي تي ده فعلا مصيبه، ده مصيبه على البالغين، ما بالك الاطفال. يعني تقصد ان هو مصيبه على كريم؟ لا هو شوف وصل كريم لحد فين بقى بالشارع عامل ازاي. تقصد ايه؟ شات جي بي تي بقى بص شيء كريم دلوقتي، صاحب شات جي بي تي. انا 24 ساعه ما عنديش حاجه على كل حاجه ويناقش معاه كل حاجه. انت عارف ان في مره قسم بالله العظيم صراحه كان عندي في البيت حصل معايا خناقه يعني في شغل كبيره جدا جدا، وانا قلبت وزعقت لواحد صاحبي وقلبت الدنيا، فهم شايفيني موبايل تكست قاعد اتكلم، فهم فاكريني بتكلم حد. واحد صاحبي اتصدم بيقول لي اصلا انت بتكلم مين؟ قلت له بكلم شات جي بي تي. قال لي يا نهار اسود انت بتتكلم بجد؟ قلت له شات جي بي تي انا بتكلم بجد عارف اللي هو. قلت له والله بكلمه بجد، انا قاعد احكي له مشكلتي وهو دخل تعاطف معايا ودخلت في ديبيت معاه، طب اعمل كذا، طب حل حلول كذا، طب ايه رايك انك تعمل ومش بهرج. ثانيه واحده بقى هنا انت قلت حاجه مهمه قوي، تعاطف معايا تمام اداني حلول. فانت بص يا جماعه والله العظيم احنا غلابه قوي بجد. احنا كل اللي بنبقى محتاجينه ان حد كاطفال وككبار على فكره احنا جوانا جدا طبعا حد يتعاطف معايا يفهمني ويساعدني ويديني حلول، حتى لو ما قالكش حلول، بس كطفل احنا بساعده انه يلاقي حلول للمشكله دي. كلمه بسيطه ده بيقولوا الكلمه الطيبه. انت متخيل ان انت عشت طفولتك كلها مش لاقي لحد اللي وقت ما تغلط يتعاطف معاك؟ زي ما قالها انا لو كنت لقيت ده صغير ممكن اعيد تكون حاجه مهمه. تخيل ما تتشقيش بقى تقعدي تجيبي المايك يا اما هعاقبك. انت حره. انت بتتعاطفش معايا ليه؟ تربيه قديمه مش حديثه يا اخي، خليك زي تشات جي بي تي يا اخي. بس فعلا النقطه اللي كان بيتكلم فيها تشات جي بي تي بيتعاطف مع ولادكم وانتوا لسه مش عارفين تتعاطفوا مع ولادكم. يعني هي النقطه اللي بيتكلم فيها فعلا لسه ولادكم بيهربوا مش عارفين يتكلموا معاكم وبيتكلموا مع تشات جي بي تي عشان بس حد يفهمهم ويتعاطف معاهم. وبعدين ومش طب ثانيه واحده في الاخر بيديك حلول ولا لا؟ بيدي في الاخر بتعرف ان انت تحل مشكلتك ولا لا؟ لو غلطت بيعرف يقومك وتعرف تصلح غلطك ولا لا؟ بس هو ما بيبقاش دقيق بيربيك ولا لا؟ لا بص ايوه هو انت صح ما بيبقاش دقيق بس هو بيدي الحاجه اللي انا عايزها، يعني اللي هو الحاجه اللي تريحك. لازم تقعد تناقشه كتير عشان تعرف توصل انت عايزه، وبيتكون جزء من شخصيتك كل ما بتتكلم معاه. هي حاجه واحده اللي هي ولا تربيه حديثه ولا حاجه، هي حاجه قديمه جدا في الانسانيه، اللي هو ان احنا نتقبل ونتعاطف ونفهم بقول يعني يا سيدي يا جماعه بجد والله يعني بيخش القلب على طول. عايزين نتكلم في النقطه دي ما تخلصي فعلا ويطلع انا عندي ميموريز عايز احكيها لما تخلصي فعلا عن النقطه دي. تمام انت مقبول يا كريم زي ما انت. لو فعلا ايه في لا يلا يا مجدي لو انت لا احنا بقول لكم ايه، احنا في اخر الحلقه هنكسر قاعده الرجاله ما ينفعش تحضن وتحب وتعيط. هنحضن بعض احنا الثلاثه يا سلام ماشي هنكسرها مع بعض. اوكي لا بتكلم بجد. فكره انك بتقولي على حوار التعاطف فكرتيه بحاجه قديمه حصلت معايا صغير.
يعني ماشي. فكره ان انا كنت طفل قبل ما والدي ووالدتي ينفصلوا، بالعكس انا ما وانا صغير وادركت ده، والله دي كانت حاجه مضايقاني خالص. زعلت شويه يعني ان انا اروح عند بابا، يعني ايه اروح عند ماما، بس اما ادركت اما هم فضلوا يتكلموا معايا ادركت ان ده خير. بس ادركت ده امتى؟ شوف اقول لك، قعدوا يتكلموا معايا لاول مره في حياتي اما هم بيفهموني حاجه صح. لكن انا لما كان عندي مشكله عايز اتكلم مع امي او مع ابويا 24 ساعه حتى يومنا هذا، انا مش زعلان منه خلاص، ما اتعودت على كده. بس اسف بقت عامله مشكله ما بيننا، اللي هو فكره ايه، ما بتجيليش ليه يا ابني، ما بتزورنيش ليه وبتاع. حاضر يا بابا هاجي لك. انا اتعودت وانا صغير بروح له عشان مصروف، انا باجي لك كل اسبوع عشان منك مصروف، انزل مع اصحابي. مجرد المصروف اتقطع لفتره ما في حياتي ما بقتش اروح له. هو حس فعلا كده، يقول لي انت تيجي عشان مصروف؟ عايز اقول له عايز اقول له عارفه ليه السبب ايه؟ انا باجي لك بتخش تنام، انت ما بتقعدش معايا، انت اصلا ما بتقعدش معايا. طب امي مثلا وانا صغير، يعني عايز اقول لك انا بقيت صاحب امي لما كبرت، وكمان يعني خليها اسميها فصال، ان انا استقليت بحياتي هو بقى لي سنه. فزمان بقى امي مثلا، برافو عليك والله الحمد لله هو ينفصل عن تمام. لما كنت مع امي طول عمري انا وهي مشدات. في مثل اتقال لي في مره عمري ما انساه، يقول لك ايه، ابعد حبه تزيد محبه. انا وامي ده حصل ما بيننا. انا لو 30 سنه قولي 29 سنه من عمري انا وامي عمرنا ما كنا اصحاب. ده انا اجي احكي لها لازم تعنيف، زعيق، شتيمه، وجهه نظرها هي لا مش وجهه نظر انا، مش عارف اتكلم معاها. فانا ما كانش ليا ام ولا اب صحاب. بحبكم جدا والله العظيم. لدرجه ان انا ساعات كنت باجي ببقى عارف ان انا رحت اتكلم هسمع كلام هيضايقني فمش هقوله، اروح غصب عني، حاجه غريزه مجرد تحركني اروح زي الكلب اروح حكي واسمع برضه كلام هيضايقني، فما اتعلمش من الدرس وبرضه اروح تاني عشان مهما اعمل انا حبك. بس اللي يفرق عنها وعن ابويا ان ابويا كان دايما بينام، حتى لما احتجت لابويا يعني بيبقى قليل. فاصبح ان انا ربنا بيعوضني باصحابي، ربنا بيعوضني فكره ان انا الاقي حد لا غيره جوه يسمعني. عشان كده فكره ان صاحب امي ما حصلتش والله غير السنه دي، لاول مره ابتدي صاحبها. مواضيع كتير يعني، مثلا مثلا اخرهم امبارح، انا جوز والدتي ده حقيقي هفضل دايما طول عمري اشكره. البني ادم ده انا معتبره ابويا. يعني انا عمري ما انسى الموقف ده. وارجع تاني نقطه امي سريعا، كنت عملت عمليه الحمد لله، لولا دعمكم معانا ما كناش عملنا رباط الصليبي. وتبرعاتكم اللي حصل فودافون كاش والرقم موجود في اخر الكومنت. لمينا الكريم وعمل تبرعاتكم نجمعها كلها بالدولار يا ريت يا جماعه بعد اذنكم، علشان دلوقتي لا بتكلم بجد بصراحه. لما دخلت اعمل عمليه رباط صليبي دي الاولى، لما دخلت اعمل عمليه الغضروف، المهم في الغضروف ده يوم العمليه كنت ساعتها جوز والدتي مات قدامي، ده الشخص الوحيد حرفيا انا جريت اترميت في حضنه عيطت، ما فرقش معايا. لا ده ابويا. فهي دي النقطه، ان عشان كان بيديك ايه، عشان الوحيد اللي ربنا عوضني بيه قسما بالله هو اللي بيسمعني من زمان جدا. يعني دايما كانت امي مثلا التعنيف بتاع الكلام ده، امي بدات تصاحبني اكتر زي ما بقول لك لما استقلت بحياتي، ان هم خلاص بيتقعدوا معاهم الاثنين، بدات تهدى مؤخرا. اخرهم امبارح والله كنت بتكلم معاهم وبقيت مبسوط ان لاول مره اكسب، مش رهان اللي هو اكسب موضوع ان انا عايز اوريكم انا مين في موضوع ما كان بيضغطوا عليا فيه. فلا بقيت مبسوط جدا هم يا جماعه بجد. شوفوا الاطفال قد ايه. يعني انت قلت مشكلتك مع مامتك وهو محدش كان بيسمعك، وجوز مامتك اللي هو سبحان الله يعني احنا انت كسرت قوالب وكسرت قواعد بالظبط عشان بس كان بيسمعك. عامه هو في كده واحد اسمه دانيال سيجل، ده شخص يعني معتمد يعني المهم هو كان بيقول انه ماشي انا بريت فلبست باش تقبل حقي ابرد انه هو بيبقى في 5S كده، دي الاحتياجات الاساسيه بتاعت اي طفل. اوكي. سين، سوث، سيف، سكيور، وسابورت. عربي بقى عشان الناس. انه سين يبقى متشاف. متشاف معنى مش انت قاعد كده وانا باصص موبايل، لا انا شايفك وانا سامعاك وفهماك وانا شايفاك. سوث يعني انت لما تبقى متوتر متضايق، طفل وهو بيعيط، انا اكون موجوده عشان اقدر اهديك. وسابورت وسكيور والسيفتي، ان احسسك على طول بامان. اوكي. فانت لخصت والله اللي انت بتقوله سبحان الله. يعني مامتك وباباك اللي هو بس عشان ما كانوش شايفينك بالظبط، انت ما كنتش لاقيه. انت قلت جمله صعبه قوي يعني. انا كنت حاسه ما عنديش اب وام. اوكي. بتروح لمين ترمي في حضن مين؟ جوز مامتك. عشان ايه؟ عشان كان بيسمعك. بالظبط. ده بيقول ايه يا جماعه؟ الساده مربين ان بجد هو الطفل لما يغلط هو محتاج ان حد يسمعه ويفهمه. يعني انت كنت بتقول دلوقتي وانت مع مامتك
انت مش هتروح تحكي لها عشان انت عارف انت لما تحكي لها هي هتغلطك في طريقه معتاد عليها انت شخص بشع ان انت غلطت. بالزبط. لا انت مش شخص بشع ان انت غلطت، انت شخص جميل وانت شخص كويس وقيمتك في نفسك وعادي انك تغلط. بس يلا نعلمك ازاي تتعامل في الموقف ده تاني، اعلمك ازاي ما تقعش في الغلط ده تاني. بس انت كده كده جميل وانا بحبك عادي. فاهم قصدي؟ هي والله حاجات بسيطة وما هياش حديثة ولا أي حاجة، هي حاجات إنسانية، حاجات قديمة إنسانية. وإحنا إحنا ككبار شحوطة كده إحنا محتاجينها. فده طفل حبيبي يعني. نخش في من نفس النقطة دي، نخش في نقطة الانفصال بقى. يعني هل الطفل بالظبط الطلاق لما طفل يكون موجود يعني الأب والأم انفصلوا، ده ممكن يأثر عليه بالسلب أكيد. أوكي. وممكن برضو يكون طفل مع أب وأم لسه موجودين في نفس البيت وبرضو يأثر عليه بالسلب. وممكن العكس يكونوا منفصلين ويتربى كويس. برافو عليك، هي نقطة حلوة. أنا بحس إنه أنا مقتنع إنه الانفصال إن الأم والأب ينفصلوا عن بعض مش دي بتبقى المشكلة. بتبقى مشكلة لما هم ينفصلوا عن الطفل. تمام. يعني أنا ممكن يعني لو أنا وباباك هننفصل بس أنا موجودة معاك كمامتك وباباك موجود معاك، احنا الاثنين شايفينك وبنحبك، احنا مش منفصلين عنك، احنا موجودين معاك. ان الطفل يحس انه ده ما انا الوضع ما اختلفش، انت معايا وانت معايا، انا محتاجك هلاقيك. انت لسه بتقول ممكن يبقى طفل متربي مع مامته وباباه والاثنين مش بيشوفوه ومش بيسمعوه، هما مش منفصلين عنه. هو ده اللي حلوه قوي، منفصلين عنه اصلا يعني. دي جامده جدا يعني. ممكن يبقى عايش معاهم وهما منفصلين عنه. طب انت شايفه يا ياسمين ان لازم الاب والام لازم الاثنين يبقوا موجودين؟ انا جعانه بصراحه. الكفته انا شايفه كفته دلوقتي. انا شايفه كفته. معلش هنكمل بس هنجيب لك كفته حاضر. ماشي، دي احتياجات لازم تفاليديته. معلش قول لي دي حقك، انا فاهمك، قول لي لو سمحت. ماشي. كنت بقول ايه؟ هنخلي الانتاج يجيب كفته. انت كنت بتقولي انت شايفه ياسمين كنت عايز تعلق على موضوع الانفصال ده. انت شايفه ياسمين على موضوع الانفصال. يعني شايف ان الاب والام لازم الاثنين يبقوا موجودين، ليهم دور في تربيه الولد بس، ولا ممكن حد فيهم يشيل المسؤوليه لوحده يبقى كفايه؟ حلو قوي. حلو السؤال ده بصراحه. طبعا الام والاب الاثنين ليهم دور وده ما بيغنيش عن ده ابدا. بس طبعا نتكلم معلش من غير قطع كلامك، نتكلم بشكل واقعي اكتر. طبعا في امهات جوازاتها متوفيه او بيشتغل شغلانتين فمش موجود طول اليوم، مش متواجد، ما عندوش طاقه اصلا كمان حتى لو جه ان هو يسمع. صحيح. بص هو انا دايما بقول ايه يعني، انا مثلا كأم او انت كأب كل واحد بيبص في دايره تحكمه. يعني ما اقولش انا بعمل بس ابوه مش موجود، بس ابوه بيعمل انا ليا انا بعمل ايه. يعني هقولك على حاجه برضو، ان الطفل احنا مش دورنا ان احنا نحميهم من اي اذى نفسي خارجي. احنا مش دورنا ان احنا نحميهم من اي حاجه وحشه تحصل لهم، لا. هو بالعكس، هو الطفل لازم يتعرض للحاجات الوحشه والتجارب الصعبه، بس انا دوري ابقى معاه. اوكي. يعني هو متضرر ان باباه مش موجود مثلا، حلو قوي ان هو ربنا كاتب له انه يعيش الالم ده، بس انا دوري ان انا ابقى معاه في الالم ده، ان انا ابقى على طول اساعده يفهم شعوره ايه، واساعده يفهم يعرف ازاي يعبر عن المشاعر بتاعته دي. يعني ممكن اقول لك برضو على حاجه حصلت فعلا في نفس اللي انت بتتكلمي فيه. ممكن طبعا ان مثلا حد قول انت عايز، قول انت عايز، خلاص بقى في تقبل هنا. اوكي. احنا دلوقتي بنتكلم على فكره ان ولد مثلا يطلع وباباه مش موجود، خلاص. فده مثلا بيعرضه لان هو ما بيشوفش والده بيتعامل في المواقف المختلفه. يعني ما فيش حد اتعلم منه مثلا ميل فيجر. لو بالظبط، لو ما فيش حد اتعلم منه انا لو رحت عزا اعمل ايه، اتصرف ازاي. أيوة. لو قعدت مع قعدة رجاله اقول ايه واتصرف ازاي. صح. فاهمه؟ لو مشكله حصلت في البيت او في العماره اعمل ايه. الحاجات دي كلها ما شفتش حد بيتعامل فيها. فده يأثر عليه بالسلب لما يكبر. يعني مثلا ممكن لما يكبر يبقى شخصية ضعيفة ومهزوزة. بص هو لازم في حالة الانفصال او يعني وفاة طرف من الاطراف لازم يبقى فيه، مثلا لو الاب هو اللي مش موجود لازم يبقى فيه ميل فيجر في حياة الطفل، الخال، العم، ايا لو كان. ما فيش يعني الام بس هي اللي موجودة، ما فيش اي اخ، ما فيش حد يعيش معاه حياته اليومية ويوجهه او يشوف منه غير الام. يعني هي الام اللي متواجدة طول الوقت.
ماشي، هو على قد ما نقدر بنحاول نلاقي ميل فيجر، حتى لو مدرس، حتى لو يعني لازم هيكون في ميل فيجر، حتى يبقى في الطاقه الذكوريه دي. مش فكره اصل تعمل ايه في العزا دي انا ممكن كأم اعلمها لك، بس هو برضو كل طفل محتاج شويه حته الطاقه الذكوريه دي. ممكن يعني من خال، من عم، من ابن عم، يعني هل كافي ان الام تفضل توجه، يعني مثلا اعمل كذا لما يحصل الموقف الفلاني تتصرف بالشكل الفلاني، فهو يتعلم بالطريقه دي؟ بص، انا مقتنعه، يعني انا كياسمين مقتنعه هو يعني ربنا عادل، ماشي، فيعني في حكمه من بيحطنا في بيحطنا في ابتلاءات وفي مصاعب، بس في نفس الوقت بيدينا المفاتيح اللي نعرف نعدي بيها المصاعب دي. فما فيش، انا مقتنعه ان ما فيش كيس هتبقى اللي هو انا مش مديك اي معطيات تنجو بيها. أيوة. هيبقى دايما في معطيات، دايما صح، برافو عليك، صح. بس هو فلو فكرنا في ده، يعني كل واحد برضو يفكر في دايره تحكمه. انا هقدر اقدم ايه لابني واقدمه، فاهم قصدي؟ بس ربنا مش هيحطه في حاجه غير وهيديه الحاجه اللي يعرف ينجو بيها، فاهم قصدي؟ يعني هل ده يودينا لحته بقى يعني فكره الاوفر بروتكشن، ان دلوقتي مثلا لو الام هي الموجوده لوحدها بيبقى طبعا في اوفر بروتكشن، ان هي تقول لك ايه كلمه برضو مشهوره، تقول لك انا قايمه بدور الام والاب، يعني الاب مش موجود خلاص، فبالتالي ممكن تبقى طف زياده، او تحس ان هي عايزه لا انا لازم ابقى اليرت، او ان انا ابقى واخده بالي قوي من كل حاجه بتحصل، فما ينفعش تعمل الحاجه الفلانيه. ممكن حتى تليمت او تخلي له حدود اكتر من اللي المفروض تبقى موجوده مثلا، عشان الاب مش موجود فممكن يغلط في هكذا. فده بيبقى سبب رئيسي لفكره الاوفر بروتكشن، ولا هي بتبقى طبع مثلا؟ يعني انت دلوقتي عايز تتكلم عن فكره الاوفر بروتكشن ولا عن الاوفر بروتكشن اللي بيجي من عدم وجود الاب مثلا؟ بص، هو فكره الاوفر بروتكشن دي بتيجي من نترجم عربي عشان اللي هي الحمايه الزايده او الزياده عن اللزوم، اللي هو زياده عن اللزوم. انا بحس ان الحمايه زياده عن اللزوم واوفر بروتكشن بتيجي من عقليتي انا كمربي، ان انا مفروض احمي ابني من اي اذى. لا، انا مش دوري ان انا احميه من الاذى، هو هيتعرض. ايوه، القطه كلت عيالها، هيتعرض ولازم يتعرض، بالعكس ده فرصة ان هو يتعرض للأذى والمصاعب والاختبارات، وانا معاه عشان اعرف اساعده ازاي يواجهها ويبقى عنده صمود ويعرف يتعامل معاها. لانه انا لما دوري يخلص ويكبر وانا اموت، او هو يكبر ويتجوز، هيتعرض لأذى ومصاعب وتحديات، مش هيلاقيني انا في كل موقف. هو بصوا يا جماعة، اقول لكم على حاجة، الطفل لازم من هو صغير، دي برضو هتودينا لحاجة، يعني ان الطفل من هو صغير في قاعدة بقى كده، ان كل لما بيبقى بيعرف يعمل حاجة انا ما اعملهالوش. بيعرف يلبس نفسه الجزمة ما لبسوش الجزمة، ما ساعدوش عشان يعتمد على نفسه قصدك؟ اوكي. ليه بقى؟ لان في الفتره دي بقى الطفل هيتعلم عن نفسه ان هو قادر او غير قادر. لما انا عارف بقى اللقطه بتاعت لا انت مش هتعرف تعملها، انا هعملها لك. لا انت بتوقع، انا هاكلك. في اعتماديه يعني. لا ما الاطفال بطبيعتهم بيبقوا هيلبرز وعايزين يساعدوا. ماما ممكن اساعدك؟ لا انا مش هتعرف تعملها. الطفل بيتعلم على ما انت ماما وبابا انتوا ادرى، انتوا اللي عارفين. بيتعلم عن نفسه ان هو غير قادر، فيكبر يتحط في الموقف انا غير قادر، انا مش هعرف اتصرف. لا دي فكرة. انت كنت برضو بتسألني على فكرة ازاي يبقى عنده ثقة بالنفس. صح. يعني لو قلنا مثلا خطوات عملية ان الطفل يكسب ثقة بنفسه تبقى ايه؟ ماشي، خطوات عملية ان الطفل يكسب ثقة بنفسه، ان الرول اللي انا لسه قايلها لكم، ان وانس انه في حاجة بقى بيعرف يعملها انا مش هعملها. ايا كانت انا مش هعملها. دي حاجة. الحاجة التانية يبقى ليه مسؤوليات في البيت مثلا، يبقى ليه مسؤوليات حتى لو كانت حاجة بسيطة، يحط هدومه في الغسيل، يعلق حاجته عشان يبقى ليه مسؤولية، يبقى بيساعد، يبقى بيشارك. حاجة يا جماعة برضو، يا جماعة بجد دي بقى مفتاح لكل حاجة. الطفل المشبع بحب، كل ما كان مشبع بحب اكتر، كل بيبقى عنده ثقة في نفسه اكتر، وكمان بيبقى طفل اذكى بجد. طب ده ما يعملش منه نرجسي؟ حلو سؤال. حلو قوي بقى، حلو قوي. طب قولي بس انت ايه وجهة نظرك؟ شايف انه ايه الحاجة لو انا عملتها ممكن تطلع؟ يعني انا لما احب ابني قوي وطول الوقت بديله شعور بالحب وانت جميل وانت احلى واحد في الدنيا، فبعد كده لما هكبر انا شايف ان انا احسن من الناس. حلو قوي، انت قلت حاجة حلوة قوي، انت احلى واحد في الدنيا. بص بقى، مش انت سبورتيف قوي، مش انت سامح احلى واحد في الدنيا. لا بس انا شايف ان ماما لا بس دي نقطة حلوة قوي يا جماعة، علشان
في فرق كبير قوي في التربيه ما بين المدح والتشجيع. أوكي. لا بص المدح بقى انت اعظم واحد، انت احسن واحد في الدور ده، هو ايه انت الحلاوه دي يا رهيب. ولا ايه اه ما في حلاوتك ولا في جمالك اقعد بقى مثلا اوصفك بقى، بص اللي هو أيوة. مش ده اللي بنسميه الدلع الزياده او مش حاجه مش شبه كده؟ انا هقول لك بس البوينت اللي انا عايزه اوصلها. لما انا هسالك انت كسامح، انت قول لي حسيت بايه في الحاجتين دول. لما انا اقعد اقول لك مثلا انت احسن واحد، انت اشطر واحد، انت بالظبط، هو نفس الرياكشن ده بالظبط. طيب. ملا صدري ماشي اوكي. طيب لما اقول لك انت الرسمه دي انت استخدامك للقلم كان حلو قوي، انت رتبت يومك فهمتك. مثلا حلو، أيوة. رتبت مثلا انت وانت بتذاكر مثلا انت عرفت ترتب جدول اليوم بطريقه كويسه، كان عندك تايم مانجمنت كويس، انت الشوطه بتاعتك في الكوره كانت بتحددي لي حلوه. حاجات معينه بشاور له على حاجه معينه، مش كلك هي- إجمالا. هي شكرت فيك، بس بدل ما تقول لك انت هي حطت ايديها على النقط اللي اللي انت الاكشن اللي انت بتعمله فإيه؟ فتعرف إيه اللي تركز في هيحصل؟ الحاجه دي اكتر. برافو عليك، فكره صحيحه قوي قوي. حلو قوي. ده التشجيع. مم. ده الفرق بين المدح والتشجيع. المدح انت في ما شاء المطلق الله في احسن واحد. صرف في العلام ما شاء لا الله في صرف لا. متعلمين بره وجوه. ما شاء الله صرف في باين. مصاريف فلوس. جامده المدح انت ما اتعلمتش حاجه عن نفسك، انت في حاجات اصلا من غير دلائل. انت اشطر واحد. ايوه اشطر واحد في ايه؟ هو على فكره برضو انت هقول لك بقى المدح بيوصلك لايه، ان انت أوكي. هتبقى على طول الحافز بيبقى خارجي، فانت على طول هتبقى محتاج ان حد مستنيه. يقول لك حد إن يقول لك أنت عشان أشطر واحد. تعمل صح. ولو ما حدش قال لك تقع. انت بالظبط. ما عندكش الحاجه العواميد اللي تسندك، انت مستني حاجه خارجيه طول الوقت، صحيح. انت ما عندكش دلائل جواك على ان انت حد كويس، انت مستني حد. ولو ما حدش قال انت بنقع بقى فانت في المدير اللي ما يقولكش انت كويس، فانت وتقيم هتحس نفسك على حسب وجهة نظر الناس الآخرين. دي مشكلة لكن لما بقى بشجعك اللي هو الحته اللي كريم لمسها دي اللي بيلمس هو كريم لميس. لماس ما تسمعش الناس تفهم غلط. لما احط ايديا على حاجات انت فعلا متميز فيها، زي ما كريم قالك هتبقى بتركز وتطورها، وتبقى اكني بحط ايديا على دلائل جواك تفهم انت مميز في ايه. فانا لو خرجت من الصوره وانت مشيت في حياتك وجيت تلعب كوره، انت فاهم انت مميز في ايه. صح. انت تلاقي الحاجات دي جواك وتعرف بقى تركز عليه، تبقى فاهم انت شاطر ايوه احسن واحد في ايه. فاهم قصدي؟ فده الفرق بين المدح والمدح. مش حاجه يعني محبذه خالص، ما حبذهاش يا جماعه في التربيه. فاهم قصدي؟ ايوه فاهمك، انا فاهمك كويس قوي، خلي بالك. اوكي شكرا. طيب لو حبينا نعمل كده زي اختصار او يعني نعمل ملخص كده للحاجات عايزين اللي روشتة وعايزين يعني كلمة كده أخيرة نديها للأهالي للبارنتس، يعني what parents want بالظبط. هم بقى محتاجين إيه عشان يطلعوا أطفال نقدر نقول مثلا إيه سويين أو كويسين أو شخصياتهم كويسة في المجتمع. أو في كتب، في برامج، في مثلا في إن إحنا ممكن نتابع يعني ياسمين كورس مثلا ممكن ياخدوه بتاع. في إن إحنا ممكن نعمل ثانية واحدة نعمل إيه لايك وشير التبرع لظروف كريم. لا خلاص العملية خلاص لمينا له الحمد لله. حد يجيب احنا مديونين اصلا في اقساط. يلا طب يلا عشان نروح ناكل الكفتة يلا. طب بصوا بجد يا جماعة، بصوا بجد، انت ككريم وانت كسامح وانت كمجدي كلكم واحنا بنتكلم في حاجات جواكوا لمست كده وخبطت، انا كنت محتاج كذا حاجات لمست قوي والله. في حاجات خبطت معاك، واللي هو انا في الموقف ده كنت محتاج كذا وانا ما خدتش كذا فرحت لكذا. صحيح. فانا نصيحتي لاي حد ناوي يخلف انه الاول يبدا يبص لنفسه على طفله الداخلي، انا كنت محتاج ايه، ويحاول ان هو يشتغل على ده ويشبع له بقى احتياجاته، ثيرابي او هيلينج سيشنز او سقفة لياسمين يا جماعه. حلوه صح، حلوه دي. ليه بقى يا جماعه؟ ليه؟ لانه ساعات كتير قوي بقى امهات بتجيلي، انا بدي كوتشنج سيشنز في البيرنتنج، فبيجيلي امهات كتير بلاقيهم بيحكوا لي مثلا على موقف طفل عمله، هما يتعصبوا جدا من رد يعني من موقف الطفل، يتعصبوا جدا وغضبهم بقى، مع انهم في العادي بيحاولوا يبقوا هادين وبتاع. اوكي. بيبقى الموقف ممكن مثلا الطفل يعمل حاجه تترجر عند الام، حاجه اصلا تخبط في حاجه عند الام، تشغل عندها حاجه او حاجه بالظبط بتوجعها هي. هو عمل حاجه خبطت في حاجه بتوجعها هي، فرد فعلها كان، والطفل اصلا ما كانش قد الموقف اللي الطفل عمله. فاحنا لازم، انا نصيحتي لاي حد ان هو الاول يبص لنفسه ويهيل ويتعافى من تروماته. كلنا تعرضنا لحاجات، فاهم؟ يعني تبص لطفلك انت الداخلي
وتتقبله وتفهمه وتشبع له احتياجاته، عشان تبقى تقدر يبقى عندك السعة بتاعت ان انت تعرف تتقبل طفلك بقى بجد. بص يا جماعة، هو التربية بالنسبة لي بتتلخص في ان انت تفهم الكائن ده عبارة عن ايه، احتياجاته، اقدر البيها له ازاي. صحيح. وبس بجد انه دايما التحديات اللي بتقابلنا والمشكله اللي دايما بتبقى كومن بين الاهالي كلها والامهات كلها اللي بتجيلي، انه بترجع اصولها لايه، ان انا ما كنتش فاهمه ايه احتياجات الطفل في الموقف ده. صحيح. فاتصرفت غلط فعملت له حاجه تانية خالص. صحيح. فبتيجي هنا بقى العند بقى والضرب والزعيق، وان هو محتاج حاجه وانا بديله يعني حاجه تانية خالص. انا مش شايفه اصلا احتاجه، هو محتاج حاجه هلبيها له، خلصت. صحيح. بس انت عارفه طبعا علشان خاطر انا عارفه طبعا انت عارفه كل حاجه ما شاء الله. الله اكبر عليك. الله اكبر عليك. ده تقريبا في حاجه في الطفوله تقريبا جايين عايزين نفهم ايه اللي حصل. بيمدحوني كتير يعني في اشخاص بسطة وفي اشخاص بيبقى يعني حياتهم كلهم في البيت، ويعني حتى شغلهم بيبقى واخد وقتهم كله. فتنصحيهم بايه مثلا، او يقروا ايه، او يشوفوا ايه، او يتابعوا ايه، علشان لما ان شاء الله ربنا يكرمهم باطفال، او هو لو عندهم اطفال يعرفوا يوجهوهم صح؟ بص يعني الموضوع يبقى بسيط، انه انا يعني نمسك مرحله. انا دلوقتي لسه هخلف طفل، نمسك اول سنتين مثلا ما نركزش بقى في المراهقه، طب هعمل ايه، طب لو افرض لو لا يعني اول سنتين اولا نعرف طبيعه المرحله دي. بتفرق قوي ان انا اعرف طبيعه المرحله. يعني مثلا انت بتتكلم على العند مع بنتك وكده، بالظبط. طيب انا لو فهمت انه العند طبيعه مرحله في سن سنتين، من سنتين مثلا ل4 مثلا 4-5، مش هبقى متضايق طبيعه مرحله. في حاجه اسمها مثلا العند الفطري، اللي لو تعاملنا معاه غلط ممكن يتحول لعند سلوكي يكبر معاه. بس لو تعاملنا معاه صح هيتحجم المرحله وهتعدي. ففي حاجه اسمها عند فطري. انا لو فهمت ان طبيعه مرحلته ان هو بدا يستكشف نفسه ويفهم ويختبر حدوده، فيعرف يقول لا ويعرف فطبيعته ان هو يبقى عنيد، هتقبل ده فافهم واعرف اتعامل مع ده ازاي. صحيح. ففكره ان انا فهمي لطبيعه المرحله اللي انا داخله عليها هتديني مساحه تقبل. صح. والتقبل ده هو بقى ده فكره بقى يودينا لحته ان انا بقى التقبل الغير مشروط. هدينا فكره ده بيوصل للطفل ان هو يبقى مقبول. هعرف بقى يبقى عندي الساعه ان انا اعرف اتعامل معاه، ابقى متوقعه ايه اللي هيحصل وجاهزه وفاهمه المفروض هو هيبقى محتاج ايه، طبيعه مرحلته واحتياجاته. هتبقي جاهزه ازاي؟ يعني ايه ترشيحات مثلا الكتب؟ او انت نفسك في كتب؟ هو عايز مصادر، اديني مصادر. ياسمين عمرو هي بالظبط. طبعا اتفرج على المصادر. انت لفتي نظري قبل كده في ريل انت كنت منزلاه. لفت نظرك اكيد. بصراحه يعني انا عملت كل ده فعلا. ان كان في كتب، في 3-4 كتب تقريبا انت كنت حطاهم زي مراجع يعني. زي مرجع كده او حاجه. بص يعني انت بتحب نبقى نكتب مثلا في الديسكريبشن، ممكن احط في الديسكريبشن صح اسماء حاجات. بس يعني يعني عشان تعرف تاني. لا ماشي، ممكن نبقى نحط لكم يا جماعه المراجع والكتب اللي برشحها. بس هو الموضوع في الاخر ان احنا نمسك مرحله اول سنتين مثلا، ايه طبيعه المرحله دي وايه الاحتياجات، فاتكون متفهمه متقبله طبيعه المرحله وافهم هو محتاج ايه فاديهوله. بس بعد كده اخش على المرحله اللي بعدها. مش متخيله انت النهارده عملتي فينا ايه النهارده؟ عملت فيكوا ايه؟ طلعتي الطفل اللي جوايا اللي ما ترباش واللي طلع عينه. نفهم من كده ان اللي فاهم بيريح يعني. خلاص بقى يعني لو كده بقى حضرتك يعني بدأتي الحلقة تختمي الحلقة. بس قبل ما تختمي الحلقة ممكن نتابع سكرانس على كل منصات السوشيال ميديا، انستجرام، فيسبوك وتيك توك، ونترك الكلمة متقبلينكم يا جماعه. لو ما تابعتوش لو ما تابعتوش عادي برضه متقبلينكم. بس يعني ايه المشاعر بقى اللي جواكم؟ في غيره مثلا؟ مش عارفه ممكن اختم بايه، بس يعني نصيحه ممكن اختم بان انا اقول لكم انتوا واقول لكل حد يعني بيتفرج علينا بان انتوا كل حد فيكم يعني بجد جميل زي ما هو بجد يعني الله يبارك لك. كل واحد يستحق ان هو يبقى بيتحب بالطريقه اللي هو عليه، وانتوا مقبولين زي ما انتوا. والشعور ده اصلا لوحده بيدي ارتياح للشخص، وبيبقى عنده مساحه امانه كده ان هو انا ممكن اغلط عادي، انا مش هبقى وحش، انتوا من حقكم تغلطوا. نغلط ونتعلم. صح. ونتعلم. صح. هي الحياة كده. صحيح. هي يعني احنا
كان اللي هو اسمها ايه كل بني ادم خطاء، واسمها ايه كل بني ادم خطاء، كل بني ادم خطاء وخير أيوة. الخطائين التوابين. بالظبط. ده ربنا يعني، تخيل ربنا قال ان كل بني ادم خطاء والله، وخير الخطائين، يعني الخطائين كلهم اخيار، خيرهم بقى ايه؟ التوابين اللي بيتحملوا عواقب تصرفاتهم. ربنا لخص والله العظيم التربيه الانسانيه، انا هسميها التربيه الانسانيه. ايوه صحيح بجد صحيح. هو ربنا قالها من زمان. فانتوا كلكم بتغلطوا عادي، انتوا كلكم كويسين، وخيركم بقى اللي يعرف يتحمل مسؤوليه اللي عمله ده، ويتعلم ويتوب. صحيح. بس خير ختام والله. سلام عليكم.